وانت بتقابل ناس حقيقي. بالنسبه لي ساعتها هو يعني التوب في المجال بتاعه، هو احسن خمسه في يعني في اي حاجه انت بتتكلم فيها في العماره، هتلاقي واحد من احسن خمسه في المجال ده في الشركه دي. وان كان في هن او في بيج او في هاتسوك برضو بنتكلم اللي هو طب ازاي ان احنا نقدر نعمل فصول عشان ننشر العلم للناس، ازاي نقدر ان احنا نشد الناس ان هي تهتم بحاجه زي كده. هو قد ايه التواصل جوه الشركات اللي زي دي، جوه شركات اللي هي على مستوى عالمي كبير جدا جدا جدا، في قدر كبير جدا من الاستيعاب والوعي ان احنا في الاخر كلنا بشر. هي صحت بان هو في حد بدأ يطبق افكار وبدأ ينشر افكار وبدأ يقنع الناس بالافكار وبدأ يمشي عكس التيار لحد ما التيار نفسه بدأ يتغير. اللي انا خلاني اشوفه ممكن يكون اضافه شويه في شركه زي هيرتوج، ان هو انت ازاي شركه يكون عندها الحجم الكافي ان هي تحاول تفرض وجهه نظر معينه حتى لو هتكون عكس المسيطر حاليا في السوق، لحد ما السوق نفسه يبدا يغير التوجه بتاعه لحد ما يبدا يتبع اللي انت بتحاول تسنه. السلام عليكم. ازيك يا وعليكم عمر؟ السلام ورحمة الله. ازيك يا حسام، عامل عامل ايه؟ ايه؟ الحمد لله. شكرا جدا على قبول الدعوة دي في وقت قصير. انت يعني من الناس اللي فعلا مجتهدة، واظن تجربتك تستحق ان احنا نسمع عنها ونشوفها ونعرف تفاصيلها. ان احنا بجد انا بتعلم منك ومتابع شغلك دايما واتمنى في الحلقة دي نسمع تجربتك الكاملة، لان الناس هتستفيد من الخطوات اللي انت عملتها، او كمان وصولك للمكاتب العالميه. ما شاء الله انت وصلت لمكاتب زي بيج وهن، وكمان هيزك دي مارون. فالناس هتبقى متشوقه جدا تسمع تجربتك، وشكرا مره تانية على قبول الدعوه دي. الاول شكرا طبعا يا حسام ان انت وجهت لي الدعوه، واتمنى طبعا ان هو كامل اللي انا هقوله او اللي انا هشاركه من تجربتي يعني يكون فيه افاده بالنسبه للناس، وانا جاهز ان شاء الله. ان شاء الله. انت مبدئيا كنت في مصر، خريج يعني، اتخرجت من جامعه ايه وبعدين بدات تشتغل في مصر شويه. ايه تجربتك في مصر وتجربتك في الدراسه يعني في مصر؟ بص، هو انا تجربتي لحد دلوقتي من ساعه ما بدات الدراسه لحد النقطه اللي احنا فيها يمكن كان بيوجهها قناعه معينه. ان انت فاهم ان احنا في العماره عندنا لما نكون بندرس كان في كلمه. انا جامعه القاهره، خريج 2014، وكان بيكون عندنا جمله بتتردد دايما، بتهيألي ان هي بتتردد في كل الاقسام يعني بتاعه العماره عامه. انا كنت قسم الساعات المعتمده، وكان بيتقال لك ان انت في تقييم المشروع المعماري، اي تقييم بيكون فيه مشاريع بتكون واضح جدا ان هي كويسه جدا ومقنعه للناس كلها، وفي مشاريع واضح جدا ان فيها مشاكل. فالموضوع مش يعني موضوعي جدا، واضح ان المشروع ده كويس وناجح، او واضح ان المشروع ده مقصر في حاجات. وبيكون في مشاريع تانية بتقع في المنطقة اللي هي الرمادية اللي بين الاتنين، ودي بتكون تخضع بقى للتقييم من الشخصي او بالنسبة للأذواق، حتى لو احنا هنقولها بالمنظر ده. وانا كان دايما عندي مش عايز اقول اشكال، بس كان عندي حته وجهه نظر في اللي هي ايه هي يعني ايه تعريف المنطقه الرماديه، ايه اللي يكون صح فيها وايه اللي يكون غلط فيها، خصوصا ان هو موضوع بيرجع للاذواق زي ما قلت لك، او بيرجع للوعي المعماري عامه، خصوصا في مصر. ان انت ممكن يكون عندك مشاريع، ودي انت للاسف يعني بتشوفها لحد دلوقتي برضو، ان ممكن يكون مثلا بدون اسهال اي حد يعني فيلا معروضه مثلا 100 مليون 200 مليون، بس التكوين نفسه او الفلسفه نفسها ايه اللي نابع من وراها بيكون حاجات منطقه رماديه زي ما قلنا. فكان التوجه بتاعي اكتر اللي هو ازاي اقدر افكك المنطقه الرماديه دي، او ازاي انا اقدر احل المنطقه دي. وكان ساعتها بالنسبه لي او لحد دلوقتي انا شايفه ان هو طيب احنا هنحلل المشروع نفسه، بيكون فيه او يعني العمليه التصميميه نفسها بيكون فيه فكر فلسفي معين، بيكون فيه عوامل تانية بنقدر ندخلها، بحيث ان احنا لو بنتكلم عن العماره هي مثلا مزج ما بين الفن والعلم، فايه من العلم نقدر ندخله بحيث ان هو يوجه الفن اكتر، ان هو يخلي فيه اجابات صحيحه اكتر شويه. وساعتها كان عندي التوجه بتاع ان انا ازاي اقدر اقوي نفسي في الجانب التقني، ان هو ازاي اقدر اتعلم من الحاجات الجديده، التكنولوجيا اللي موجوده، المواضيع المهمه زي الحاجات البيئيه او الحاجات البيم عامه، البيلدينج انفورميشن موديلنج. دول كانوا اكتر حاجتين انا كنت مهتم بيهم في الوقت ده، وكنت بحاول ان انا اطور من نفسي فيهم. فاتعلمت حاجات ليها علاقه بالبيم، طبعا السوفت وير بروجرامز اللي الواحد بيحتاج ان هو يتعلمها، ريفت، ان مثلا جراس هوبر برضو وراينو والكلام ده. وكان عندي التوجه بتاع ان هو طيب انا هشتغل في المشروع ده مثلا تصميميا
انا عايز من خلال المشروع ده ان انا اطلع مطبق حاجات معينه تفيدني في الجانب ده تقنيا، ان هو الجانب ده من ناحيه التحليل البيئي، او الجانب ده من ناحيه الريفت برضو، او الحاجات بتاعت البيم او كده. وبرضو مش عايز انسى ان هو كان طبعا عندي ميزه، او كان عندي حظي كان كويس في حاجه، ان احنا كان عندنا البيئه المحيطه بينا في الجامعه كانت بتوفر لنا مواد اختياريه الواحد بيقدر يختار ما بينهم. فانا كنت حريص ان انا اختار الحاجات اللي انا شايف ان هي بتصب في النقطه دي. وكنت محاط برضو بصحبة كان حظي كويس جدا ان احنا كنا بنزق بعض للنجاح. انت فاهم طبعا الشخص اللي لما بيكون ناجح بيكون هو همه كله ازاي يزق اللي حواليه ان هم ينجحوا معاه. فانا برضو كنت محظوظ جدا في الجزء ده. ده حقيقي. وبعد ما اتخرجت كان في شركة في مصر، هي شركة بتاعت مقاولات. أم، ليهم فرع في اليونان، وليهم فرع في لبنان وفي مصر وفي الإمارات وكده. اسمهم تريبل سي. كانوا بيدوروا على ناس عندها فهم للموضوع البيم او الموضوع بتاع الريفت او كده. لان بيتهيألي في سنة 2014 وقت التخرج كان لسه الموضوع مش مسيطر جدا يعني في مصر عامة، ولكن في الامارات كان سابق جدا. وقدمت يعني انا طول عمري كان عندي القناعة بتاعت ان انت مش تخسر اي حاجة من ان انت تقدم، يعني تحضر بورتفوليو وتقدم. حتى انا فاكر انا اول ما اتخرجت كنت بتكلم مع واحد صديق ليا بقول له انا قدمت في او ام اي. مم. بيقول لي يا فعلا وهيحصل ايه وما اعرفش بتاعته، مش هيحصل حاجه مش عارف والله. والله يعني لو اقتنعوا وخدوني اهلا وسهلا، لو ما خدونيش فعادي انا قدمت حصل ايه يعني. المهم فساعتها رحت اشتغلت في الشركه دي. وبعد كده بعد فتره قصيره اضطريت ان انا اروح الجيش طبعا تجنيد اجباري. وبعد كده الحمد لله هم كانوا اقتنعوا بالفتره اللي انا قضيتها معاهم. ان على اخر التجنيد هم اتصلوا بيا وسالوني لو انا حابب ان احنا نكمل مع بعض بعد الجيش. وده اللي حصل فعلا. وبعد كده بعد ما فيش شهر او شهرين انا كنت شغال على المشروع بتاع مطار ابو ظبي. وبعتوني ان انا اشتغل على المطار من هناك يعني من الموقع، كبيم انجينير سلاش موديلر سلاش كوردينيتور اللي بيمشي يعني حسب الاحتياجات وقتها. مم. وقعدت هناك سنة فعلا. ولكن كان عندي مشكلة جوايا شخصيا ان انا ما كانش عندي الباشن او الدافع او العاطفه ناحيه البيم. مم. البيم مجال مهم جدا جدا جدا. ولكن انا حسيت ساعتها ان هو يمكن هيكون اكتر ناحيه ان هو حاجه هندسيه، مش حاجه مش فيها اللي انا بدور عليه قوي. وكنت عارف ان انا كان عندي الشغف بتاعي نفسه كان في الحاجات البيئيه، كان في العماره البيئيه. ولكن انا متفهم جدا برضو، او كان عندي فهم قوي جدا برضو وقتها، ان ماشي انا عندي اللي انا اتعلمته في الجامعه، ولكن غير كده ما عنديش بورتفوليو قوي او سمعه او اسم لنفسي يخليني اخش في المجال ده في الاسواق العالميه. وساعتها اتخذت قرار كان صعب جدا بالنسبه لي وقتها، هو ان انا استقلت من الشغلانه وسبت دبي ورجعت لستارت اب، او يعني هو مكتب كان مكون من 6 اشخاص. وكان الاثنين المؤسسين ليه كانوا دكاتره في جامعات مختلفه. وكمان كانوا بروفيشنالز وكان عندهم نفس القناعه مشابهه جدا ليا. ده وانا كان بقول سنة كام؟ ده كان سنة 2017. سبت الإمارات مم. ونزلت مصر. خطوة وبقول جريئة إن جدا. هو بالظبط، بقول إن هو كان قرار صعب جدا، لأن لو هنفكر ماديا فده كان بعد التعويم الأول. وعلى أرض الواقع كان المرتب المعروض في الستارت اب كان تمن اللي أنا كنت باخده في الإمارات. واو، يا نهار. بس أنا كنت دايما عارف إن هو طب ما هو أنا لو كملت في البيم، يعني أنت كل ما بتقعد فترة أطول في المجال اللي أنت مش حابه كل ما أنت بتكتسب خبرات وبتكتسب مهارات، ويا طريق اسهل انت تفضل جواه وبيكون اصعب ان انت تخرج بره. صح. صح. بعدين 2017 كنت لسه صغير، يعني كان عندي مثلا 25 سنة بيتهيألي، او مثلا 25 24 سنة حاجة كده. فقلت خلاص يبقى هنخش نجرب حظنا وان شاء الله ربنا يكرم يعني. ومن ساعتها بدأت اما اخش المجال ده او المكتب ده. انبسطت جدا، وهو عشان كان مكتب صغير فكان عندي حرية ان انا اتعلم حاجات. كان بيسيب لك مساحة ان انت طب احنا عايزين نعمل المبنى ده بشكل معين بتوجه معين بيئي جدا، ليه علاقة بالمحيط بتاعنا، ازاي نقدر نشتغل. كان عندنا عميل برضو كان متفاهم جدا لحاجة زي كده. فده سمح لي ان انا اطور من نفسي واطور من البورتفوليو بتاعي. وكان ساعتها بدأ يكون عندي الشك او التفكير اللي هو طيب هل احسن ان انا اكمل في مصر واشوف مشروع زي كده، او يعني فكرة زي كده اللي هو مشروع الستارت اب هيوصل لحد فين، ولا ان الواحد يجرب يروح لاوروبا لمكان يكون مم. منظم اكتر عنده وعي اكتر بالحاجات البيئية وكده. مختار وفاكر اختراق ساعتها مهم جدا ده. اه طبعا طبعا. وبيتهيألي يعني الناس كلها بتفكر فيه، وبيتهيألي ان انت ايا كانت القرار اللي انت بتاخده
هيكون خدت حاجات وسبت حاجات، يعني هو محدش بياخد كل حاجة في الآخر، مم. فاهم؟ مم. مفيش اختيار هيحقق لك المعادلة الكاملة. وفاكر ان انا كنت بتكلم مع صديق ليا وبستشيره في الموضوع، وقال لي والله يا عمر، هو انت كده كده انت رايح على ماجستير معين. ففي أسوأ الحالات اللي هيحصل انت تكون اكتسبت خبرة، وهتكون اكتسبت شهادة، وهتكون جربت تعيش في بيئة جديدة هتوسع من الأفق بتاعك ومن تفكيرك. مش هيفوتك حاجة يعني، ومفيش اللي هي الفرصة اللي بتيجي مرة واحدة في العمر، فاهم قصدي؟ وعشان كده فعلا اتخذت القرار وسافرت ألمانيا سنة 2018، بدأت الماجستير بتاعي. ويمكن دي حاجة برضو ما كنتش متخيلها في الفرق ما بين الدراسة ما بين مصر وما بين ألمانيا. مم. ان الاستيعاب او وجهة النظر للي مطلوب من الطالب في الدولتين، او يمكن المزاج المسيطر مختلف شويه. ان انا دخلت بالعقليه بتاعت مصر، خدت كميه مواد كبيره جدا، خدت مواد فوق المواد اللي احنا محتاجين ناخدها في السنه دي. مم. اجتهدت جدا جدا جدا. بعد كده لاحظت ان هو ماشي، انا جبت درجات كبيره جدا وحققت المطلوب، ان انا خلصت معظم المطلوب مني من السنه التانية، اصلا خلصته في السنه الاولى. ولكن فاتني جزئية أكتر شوية، باللي هي الاختلاط، الاحتكاك بسوق العمل، كده. يمكن حاجة كنت أنا مفكر فيها إن أنا لو أنا حبيت أكمل بعد ما أتخرج، فاللغة هتكون مهمة جدا. فدي حاجة برضو أنا استوعبتها في خلال أول سنة. فبعد أول سنة وخلصت، استغليت أجازة الصيف إن أنا أتعلم اللغة الألمانية بشكل كويس جدا. وبعد كده بدأت إن أنا أقدم على مكاتب، لأن أنا كان خلاص بقى عندي مستوى من اللغة كافي إن هو طب يا جماعة أنا هروح إيه، أخبط معاكم يعني. مم. حتى لو مش هنقول إن أنا راجل بتكلم كأنها لغة ولكن أنا بتكلم بشكل كافي إن إحنا هيكون في تفاهم ما بيننا. مم. وبدأت أقدم. لاحظت جدا جدا برضو في التقديم، أنا كنت بقدم كإنترنشيب بقى، كواحد متدرب لسه طالب. طبعا دي حاجة بالنسبة للإيجو بتاعك أو إحساسك بنفسك، طبعا ممكن تكون خابطة للناس شوية. إن أنت طب إيه ده أنا عندي مثلا 26 سنة داخل في 27 سنة، واشتغلت في الإمارات واشتغلت في مصر ومهندس قد الدنيا، فاهم؟ ولسه رايح أقول لكم يا جماعة خدوني متدرب، مم. بس هنجرب. لاحظت ان ما بين التقديم بالانجليزي والتقديم بالالماني في فرق كبير جدا في الردود اللي بتجيلك. انت لو بتقدم بالانجليزي بس، يمكن يعني حتى قبل ما توصل للشخص اللي بيكون في ايده القرار، الاتش ار هيبص على اللي انت بتقدمه، ولان هو بلغه انجليزي، فمش هي مش هي مم. مش هيكمل توصيل الابلكيشن بتاعتك يعني، او الملف اللي انت مقدمه. ده في سوق العمل الألماني عموما سوق صح العمل وقتها؟ الالماني، مم. وانا متخيل يعني مش شرط يكون في الالماني تحديدا، ولكن في دول كتير من اللي هي بيكون عندها اللغه الانجليزيه مش قويه قوي، او بيكون عندها مم. سيطره من اللغه المحليه. ولكن في المانيا تحديدا لما غيرت اللغه الالمانيه بدا يجي لي ردود. بدات اسافر اعمل انترفيوز في كل حته، في كذا مدن، في كذا مدينه. وما كانش عندي تركيز على مدينه معينه. انا كان هدفي اكتر ان هو ايه اللي هيجيب لي المنفعه، ان انا في تاني سنه اللي انا اكون الدنيا فاضيه فيها شويه، ان انا اقدر اكتسب خبره اكتر جوه العمل، واقوي من نفسي في اللغه الالمانيه وكده. ويعني سبحان الله كان جالي رد من مكتبين، او يعني مكتبين تحديدا هو اللي كنت وصلت معاهم لاخر مشوار خالص. كان مكتب ما في شتوتجارت، ومكتب في برلين اللي هو هن. مم. وكان انا فاكر حتى شتوتجارت كانت الانترفيو كانت كويسه جدا، المقابله كانت ظريفه جدا، وكان في تفاهم واضح، وخدنا تور في المكتب، وكان كله كويس. وقلت طب خلاص احنا بس هنبعت لك العقد في البريد. نفس ده كان الوقت انترنشيب صح؟ ده كان انترنشيب. كان هو بص، هو اه. في المانيا الموضوع بيتقسم شويه. في عندنا الانترنشيب اللي هو المتدرب تماما، وبعد كده في حاجه اللي هي الفاك ستودنت، ده اللي هو بيكون working student، باكستون. ده اللي هو ان مم. انت اعلى شويه من انترن، بس انت لسه مش موظف عشان انت عندك عدد دراسه ساعات يعني. محدودة. مم. بالظبط. فبيكون في الاجازه بتقدر تشتغل 40 ساعه في الاسبوع، اللي هو كانك اي موظف عادي. وفي وقت الدراسه بينزلوا 20 ساعه في الاسبوع. مم. وبعد كده جالي انترفيو تاني اللي هو كان بتاع هن. حاجه انا حابب اشاركها برضه، ان هو حتى المكتب بتاع شتوتجارت ده، دي حاجه كوميديه شويه دلوقتي بشوفها. بعد ما خلاص تمام ويلا نبدا وحددنا التاريخ، وقالوا لي نبعت لك العقد على البريد. رجعت البيت، مفيش. مستني، مفيش. بعت لهم ايميل يا جماعه مفيش، اتصل بالتليفون يا جماعه مفيش. فقلت طب خلاص مفيش نصيب. سبحان الله في نفس الوقت اللي عملت انترفيو بتاع هن برضو مشي كويس جدا. كان انترفيو بقى ساعتها انا كنت برضو كان من التوجهات بتاعتي نفس القناعه، ان انا لما كنت بدور على حاجات انا هشتغلها او بوزيشنز انا هخش فيها حتى لو تدريب، ان هي تكون حاجات في الجانب المختص جدا، اللي هو هنسميه مثلا النيش، اللي هو النيش اللي يكون له علاقه بالبيم او اللي علاقه بالحاجات البيئيه. تاني هما الاثنين دول هما اللي انا كنت مركز فيهم جدا.
البورتفوليو بتاعي كان بدأ الكفة بتاعت الدراسات البيئية هي اللي تتقل شوية، عشان برضه حتى في الماجستير كنت أنا بدأت المواد الاختيارية اللي أنا باخدها والديزاين ستوديو والحاجات دي كلها، بدأت إن أنا أطبق فيها الكلام اللي أنا شايف إن هو مقنع بالنسبة لي. فأنا متذكر حتى لما عملت الانترفيو بتاعت هن، كان الشريك يعني اللي قعد عمل لي الانترفيو كان بيقول لي طب عمر، هو البوزيشن اللي احنا بنتكلم فيه هو بوزيشن بيم، وانا شايف ان انت عندك خبره في البيم، بس انا شايف برضو ان انت البورتفوليو بتاعك دلوقتي مسيطر عليه جدا الجوانب البيئيه، فهو انت حابب تشتغل فين؟ وانا كنت صريح جدا برضو، قلت له والله وانا الشغف بتاعي تحديدا في الحاجات البيئيه، ولكن انا شايف ان هو البيم هيكون ليه فايده ليك كمهندس بشكل عام، والاحتكاك برضو بالشركه هتكون حاجه انا احب جدا ان انا اخدها. وهم كانوا متفاهمين جدا، هم قالوا خلاص يلا نبدا مع بعض. بدات معاهم، سالوني حابب تبدا تشتغل بالانجليزي ولا تبدا بالالماني؟ انا ساعتها كان لغتي مستواها بي 1، اللي هو انت بتتكلم جمل اساسيه، بتعرف تحكي عن يومك، هواياتك المفضله، عملت ايه مم. النهارده، عندك شويه مشاكل في حاجه تعرف تحلها، ولكن برضو لسه انت فاهم يعني، انت لسه مش قادر تخش في نقاشات جاده جدا وهم. ولكن انا قلت لنفسي والله هو الموضوع ما فيهوش كسوف، انا بتعلم لغه جديده، فهو طبيعي جدا يعني ان اكون مستواي كده، وانا ما عنديش حاجه اخاف عليها قوي. هو في الاخر انا جاي 6 شهور بتوع تدريب احتكاك بالسوق وكده، فهيحصل ايه يعني؟ فقلت لهم يلا الماني. وكان في اوقات كانت تكون صعبه جدا، وكان بيكون في تحديات ان انا افهم اللي بيتقال، او ان انا مم. كان عندي انا متذكر جدا، كان اول اسبوعين مثلا، اول 3 اسابيع ليا في الشغل، كان السؤال اللي انا بسأل نفسي ايه ده، طب هم هيمشوني امتى؟ فاهم يعني امتى هيحسوا اللي هو مم. ايه انت جاي بتعمل ايه هنا؟ ولكن سبحان الله الدنيا مشيت يعني، هم ما اتضايقوش مني. ويمكن بعد شهرين من بدئي، كان في وسط عملية التقديمات اللي أنا كنت بقدمها، كنت مقدم برضو على بوزيشن أقرب بقى للنقطة اللي أنا عايزها تماما، إن هي كانت computational design assistant، إن هي حاجة لها علاقة بقى بالدراسات البيئية والتحليل كمان، في بيج في الدنمارك في كوبنهاجن. مم. وكان جالي رد منهم بعد ما بدأت مع هن، قالوا لي احنا حابين نعمل معاك انترفيو، حابين نقعد ندردش. وكان انا متذكر جدا كان التدريب بتاعي مع هن او العقد بتاعي معاهم كان ما بين ديسمبر 2019 اللي هي في تاني سنة ليا ل ماي، نهاية مايو 2020. وكان البوزيشن اللي مفتوح في بيج، انا فاكر جدا كان مكتوب فيه ان هو المفروض يبدأ في شهر يناير مثلا او شهر فبراير حاجة كده يعني، انا متذكر. فلما عملت الانترفيو كنت بتكلم معاهم وهم بيقولوا لي طب انت حابب تبدأ امتى؟ انا بشوف احيان كتير جدا ان هو احسن طريق هو الصدق، انا مش هحاول ان انا اخترع مم. اعذار عشان بحس ان انا هكون بورط نفسي اكتر، وعشان بحس ان هو مش اكتر حاجه بتقود للتوفيق يعني. فقلت لهم والله بصوا، انا حاليا بعمل انترنشيب في مكان تاني. كان طبعا عندي خوف جدا من إن اقول لهم حاجه زي كده، عشان كنت متصور ان هو انت قلت له ان انت مم. اصلا في مكان ممكن يصرف نظر عنك، فاهم؟ بس تصورت ان دي ممكن تكون اسهل طريقه او اوضح طريقه. قلت لهم والله انا عامل انترنشيب في مكان تاني، بس انا حابب جدا ان انا اشتغل معاكم. فانا بادئ في شهر 12، انتوا حابين تبداوا في شهر 2؟ شهر 2 هيكون صعب شويه، لو لازم لو ضروري ممكن نبدا في شهر 3. فساعتها انا هسيب المكان اللي انا فيه ويكون قعدت معاهم 3 شهور، ولكن بالنسبه لي احسن كتير جدا لو قعدنا لحد اخر شهر 5، بحيث ان انا اكون خلصت ال6 شهور بتوعي. مم. أم، وساعتها هم قالوا لي طيب احنا هنشوف وهنفكر وهنرد عليك وكده. وبعد كده قعدوا شهر ورجعوا ردوا عليا قالوا لي خلاص ماشي يلا نبدا مع بعض بعد شهر 5. ممتاز. فكان عندي التفكير التاني اللي هو طب الله، طب الحمد لله الدنيا ظبطت. في فكرة ان انا اروح بيج. طبعا انا ساعتها كانت فرحتي فوق الوصف يعني، سواء لما رحت هنا او لما رحت بيج، الحمد لله يعني. بس وقعت في المشكلة اللي هو طيب انا هن دلوقتي بيفكروا معايا اللي هو طب والله يا عمر الدنيا ماشية كويس، ما تيجي نمد العقد، بدل ست سبحان شهور ما تيجي الله. نخليه سنة، فاهم؟ بس اخد بق شاي. سبحان الله ضحكتك. فبقت مشكلة بقى اللي هو يعني، طبعا مشكلة جميلة ان الواحد تكون عنده صح. طب انا هتصرف ازاي؟ هرد عليهم ازاي؟ هقول لهم انا عندي ظروف مثلا محتاج انزل مصر، هعمل ايه ما اعرفش ايه. تاني فكرت ان هو لا، انا عايز امشي الموضوع بشكل مباشر جدا. قلت لهم يا جماعه انا جالي فرصه من ساعه لما كنت بقدم، جالي فرصه ان انا اروح بيج، وانا اتكلمت معاهم ان احنا نخليها في اخر شهر 5 او من اول 6 يعني، وده في مجال انا حابه جدا. والشريك حتى يعني البارتنر اللي في الشركه اللي كان مسؤول عن القسم بتاعنا، هو كان متفاهم حاجه زي كده، ان هو من ساعه ما احنا قعدنا مع بعض
المقابله، ودي حاجه هو كان شايفها، وهم كانوا برضو سبورتيف جدا يعني، او كانوا مساندين جدا ليا، وقالوا لي لا احنا شايفين دي فرصه عظيمه يعني، فرصه هايله، فطبعا روح، وبالتوفيق جدا ان شاء الله في الخطوات اللي انت هتاخدها يعني، وخلينا نبقى على اتصال. فقلت لهم خلاص جميل جدا يلا بينا. رحت الدنمارك وبدأت أشتغل وكنت مبسوط جدا. طبعا أول ما وصلت تاني كان عندي اللي هو أول أسبوعين أنا شاكك اللي هو أنا بعمل إيه هنا. اللي هو أنا جامعة القاهرة، الجامعة اللي أنا كنت فيها في ألمانيا حتى ما هياش تعتبر من القمة في الجامعات الألمانية، هي كانت لسه بادئة جديد. كانت الاختيارات الحاجات اللي خلتني اختار الجامعة دي كان إن هو البرنامج بتاعها كان بالإنجليزي مش بالألماني، وكانت مصاريفها محدودة، ما كانتش غالية خالص وقتها بالنسبة لي يعني، حد في الطبقة الاجتماعية المتوسطة. وكان برنامج معماري شامل، ما كانش حاجة مختصة. فالواحد بيفكر اللي هو أنا جاي من جامعة القاهرة، والجامعة زي ما قلت إن هي ما هياش الحياة قمة، وقاعد يعني المكتب اللي أنا قاعد عليه اللي هو كان فيه المتدربة اللي قاعدة قبلية، بوضب الورق كده، فلقيت ورقة مثلا مبعوثة لها من هارفارد يونيفرسيتي بتقول لها ظبطي حاجتك عشان تيجي تكملي معانا. او مثلا بتكلم مع مديري فبيقول لي ده ما اعرفش مين اللي كان اخترع ما اعرفش ايه كان شغال هنا. بعد كده تقعد مثلا قاعدين نتعشى بعد الشغل او حاجه، فالناس قاعده بتتكلم لسه بنتعرف على بعض، فكل واحد بيعرف هو جاي منين. مم. فحد يقول لك انا والله انا جاي من UCL في لندن، انا جاي من كامبريدج، انا جاي من اوكسفورد، انا جاي من زيورخ، انا جاي من دلفت، وانا بقول لهم انا جاي من جامعه القاهره ودسا طبعا لو تسمعوا عنها في العماره. والصراحة يعني الحمد لله ما كانش فيه خالص الفكر اللي هو بتاع ايه ده، لا انت جاي منين، هو كان تقييم اكتر على انت بتقدم ايه، او انت شخصيتك عاملة ازاي، او ما كانش فيه خالص حتة انت ايه الدولة اللي انت جاي منها برضو يعني. او مش قصدي طبعا ان هو الدولة عندنا ان مصر قليلة في اي حاجة، بس قصدي ان هو على مستوى الجامعات جامعة القاهرة كويسة جدا، كلية الهندسة كويسة جدا، ولكن ما هياش بتخش في قمة مثلا توب 10 لما حد يفكر في الأماكن مم. التعليم العمارة، اللي طبعا منهم الناس بيكونوا عايزين يروحوا مكتب زي بيج، فاهم. مم. آه وبعد كده دي برضو من الحاجات اللي أنا اكتسبتها كويس جدا، إن أنا أول ما دخلت أنا كان خلاص داخل في 27 سنة أهو، راجل كبير وماله هدومي، ولكن لسه بتعلم حاجات من الصفر، صح. مم. لسه بيتقال لي الريبورت شكله يكون عامل ازاي، لسه بيتقال لي الحاجات دي، الكالرز الالوان دي مش احسن حاجه، او التركيبه دي مش انسب تركيبه. وساعتها كنت بسال نفسي سؤال، متخيل ان هو ساعدني جدا. كنت بقول طيب انا شايف ان في حاجه صح، وهم بيقولوا ان دي حاجه غلط، وهم شايفين ان في حاجه صح. يبقى هو حاجه من اتنين، يا اما انا عايز ان شغل بيج يبقى شبه شغلي، يا اما انا عايز ان انا شغلي يكون شبه شغل بيج. مم. ولما فكرت فيها بالطريقه دي فاهم، لقيت ان هو لا، طب ما هو انا اشوف هما بيقولوا ايه واكتسب الخبره واحسن من نفسي. وكنت بقول لهم يا جماعه طب تعالوا نعمل فيدباك، تعالوا نعمل تشيك ان، تعالوا نعمل ميتينجز. وفعلا يعني الكسندر جيكوبسون كان مدير ليا في بيج، وكان من اكتر الناس اللي فادتني في الفتره دي، ومن اكتر الناس اللي كان في تواصل واضح جدا. برضو فريدريك انجاسر كان زميل ليا، وكان الموضوع في تواصل واضح جدا، وكان مفيد جدا بالنسبه لي. وانا متخيل ان انا رفعت من مستواي كويس جدا 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 في الفتره دي. وكان ساعتها عندي التساؤل بتاع آه، اكمل مع بيج كمتدرب، ولا اخلص الانترنشيب بتاعتي او فتره التدريب بتاعتي بعد 6 شهور عشان ارجع المانيا عشان اخلص شهاده الماجستير. لان هم كانوا عملنا الاجتماع وقالوا لي عمر احنا مبسوطين معاك وحابين ان احنا نمد الانترنشيب. طبعا الشركات الكبيره بيكون عندهم متدربين، بتكون حاجه انا اسف يعني، بس هي عماله رخيصه، ناس شاطره كواليفايد ومؤهله وبيفيدوا الشركه، فهو لو عليهم مم. الشغل شغل، لو يقدر يخليك انترنشيب طول العمر هيخليك انترن طول العمر. مم. آه، فقلت لهم ما لا انا اسف، انا حابب ان انا اوقف على كده يعني. انا متخيل ان انا هستفاد معاكم لو كملت طبعا، ولكن انا في مرحله من الكارير بتاعي ان يمكن الافيد ان انا اخلص الشهاده بتاعتي وابدا اخش في السوق كمهندس مش كشخص متدرب. مم. وقد كان. ف يعني دي كانت بالنسبة لي يعتبر ده كان نهاية شابتر بتاع ان انا طالب، او يعني فصل في حياتي ان انا طالب لسه وبدور على انترنشيبس وكده. وكان القرار انه لا انا هرجع دلوقتي على برلين، اخلص الشهادة بتاعتي، ان انا ما كانش فاضل لي غير الثيسز ان انا اكتب المشروع نفسه او اخلص المشروع مم. نفسه واناقشه.
وطبعا كان عندنا ناس في الشركه في بيج كانوا بيعملوا الاثنين على التوازي، ان هو بيشتغل موظف بالنهار وطالب بالليل. بس ده بالنسبه لي انا شخصيا كان بره قدراتي. انا كنت مبسوط جدا بتجربه الجامعه، سوري، بتجربه الشركه، تجربه الزملاء اللي انا كنت اتعرف عليهم، تجربه المدينه نفسها، مدينه كوبنهاجن في دوله جديده الدنمارك، في ان انا ارمي نفسي جوه الشغل واطور نفسي جوه الشغل. فما كانش عندي السعه شخصيا ان انا بجانب كمان الشغل ان انا اقدر اخلص الماجستير. يعني طبعا في ناس تقدر تعمل كده، بس انا كنت عارف نفسي وكنت عارف ان انا مش هقدر اوفق بين الاثنين. فاتخذت قرار ان هو لا، انا هوقف ده وهرجع اخلص الماجستير. وده برضو كان قرار صعب جدا 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 جدا، لان ده كان في وقت الكورونا، وعندنا في اوروبا كان الموضوع جد جدا، وطبعا في الشتاء والضلمه والاحترازات وعدم الخروج من البيت. مم. ويعني لو اكلمك بصراحه، طبعا انت برضو بتشوف على الانستجرام صحابك اللي انت سبتهم في الدنمارك ورجعت المانيا، وبتشوف الشغل اللي الشركه بتعمله، وبتسال نفسك كل يوم هو طب انا اتخذت قرار صح ان انا سبت الفرصه زي كده ورجعت ولا لا. ولكن الحمد لله، يعني أنا دلوقتي انا مبسوط جدا بالقرار اللي انا اتخذته، يعني وشايف ان هو كان قرار كويس جدا يعني. بس. ما شاء الله. لحد دلوقتي ما شاء الله ليك تجربة كبيرة وكمان حاسس إن أنت أخدت ثقة كبيرة قوي لما بدأت دراسة في ألمانيا، ابتديت تتخصص في النقطة اللي أنت عايز تتخصص فيها وتتكلم منها، تبتدي تتكلم من المنطلق ده أكتر. ما أنت شوية الواحد بيبقى تايه في الأول لما بيبقاش مركز قوي على التوجه بتاعه، وما عندوش قدرة أو ما عندوش بورتفوليو زي ما أنت قلت قوي يقدر يقدمه كدليل إن أنا بشتغل في الحتة دي وعايز أكمل فيها. بس انا حابب بس نعمل بعض ريفليكشنز او عن انا عارف ان في ناس كتير عايزه تسالك، يعني تسال دلوقتي السؤال ده وانا منهم: ايه المشاكل الاساسيه اللي انت شايفها في البيم؟ لان انت عارف انا عندي برضو وجهه نظر، بس عايز اسمع منك اكتر. ايه المشاكل اللي انت شايفها في البيم كفكره ان انت ابتديت تحس ان من الاول خالص ان انت تسيبه او تبعد عنه شويه، او ما تحسش ان ده التركيز اللي انت عايز تركز عليه بشكل اساسي؟ مم. هو ده سؤال يعني بالنسبه لي مهم. مهم جدا، واجابته كبيره جدا. يعني اجابته يمكن تخش في فلسفه كمان اكتر عن العماره وعن التكنولوجيا وعن العصر اللي احنا فيه. لان المشروع اللي انا اشتغلت فيه هو كان مشروع مطار ابو ظبي الجديد. اللي هو ومشروع مطار زي زايد، كده، صح؟ مطار زايد مظبوط، دلوقتي مطار مم. زايد. انا ومشروع زي كده هو سافرت مشروع قريب. حجمه يعني رهيب، حجمه رهيب فوق الوصف. ان الفتره اللي انا اشتغلتها سنه ونص تقريبا، انا كنت بسال نفسي هو مشروع زي كده لو من غير حاجه زي البيم، او من غير استخدام برامج بتوريك كل حاجه بتمشي فين في الانظمه والسيستمز والمراقبه والحريقه يعني مقاومه الحريق، الهروب الانشائي، كميه حاجات رهيبه. يعني مشروع زي كده بيعملوه ازاي؟ وانا متخيل ان هو حاجه زي البيم هي اصبحت ضروره في العصر اللي احنا فيه، بسبب حجم المشاريع اللي ما كانش موجود قبل كده. تخيلي يعني، وحجم السيستمز، الانظمه، وحجم البيروقراطيه والقوانين اللي انت لازم تتبعها. ويمكن انعكاس شخصي بالنسبه لي ان هو مشكلتي معاه كان ان هو مش ممتع. يعني هو، ويمكن برضو لو هنتكلم بصراحه، يمكن عشان كده هو البيم بتكون فلوسه كتير، او يعني المرتب بتاعه بيكون اعلى شويه. لان هو عامه الوظائف، آه، كل ما كانت الوظيفة ممتعة أكتر، كل ما كانت فرصة إن أنت تاخد دخل عالي ثابت منها أقل. وكل ما كانت الوظيفة مش جذابة، كل ما كان الدخل الثابت العالي يعني المضمون فيها أكتر. فأنا يعني أنا كان مشكلتي الشخصية مع البيم إن هو أنت بتوصل، بيبقى في نقطة ما بيبقاش، يعني ما بيبقاش فيه أولوية أو مساحة او مجال للخيال او الكرياتيفيتي او الحلول او الفلسفه او الانعكاسات. هو بيكون اكتر للفلوس، اللي هو واحد زائد واحد يساوي اتنين، واحنا هنخلص ده امتى ومين هينفذ قبل مين، ومين عمل المشكله دي، ومين مسؤول عن دي ومين هيخلص ده. وانا متذكر ان انا كان بالنسبه لي الموضوع اصبح ضغط نفسي. ان هو كان انت بتروح في مشروع بالحجم ده، انت شغلتك ان انت بتحل مشاكل. ان انت، مم. انا فاكر مره كنا في شهر مايو، وعشان كان في مشكلة، فعشان نحل المشكلة اضطريت ان انا ارجع اجيب ايميل كان من شهر 8 السنة اللي قبلها، عشان اقول يا جماعة لا، الكلام اللي احنا كنا اتكلمنا فيه اهو في شهر 8 وكان بيقول كذا 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 كذا. وانا فاهم جدا ان عشان تعمل مشروع بالحجم ده، هي دي حاجة بالنسبة لي انا عندي قناعة شخصية ان هي لا يمكن الاستغناء عنها.
ولكن ما هياش بالنسبة لي اللي هيحقق المتعة بتاعتي أو اللي أنا بدور عليه في الشغف بتاعي في العمارة يعني، أو فهمي للتعامل بين العمارة والإنسان. يمكن إن أنت بتشيل العنصر الإنساني شوية، بتشيل العنصر النفسي شوية، أنت بتخش في حتة يعني حديد صلب تماما يعني، مش عارف. مم. انا معاك جدا في الموضوع ده، لان انا حاسس ان في مشكله كبيره ان كلمه اركتكت دي كلمه كبيره ومهمه جدا، وصعب قوي نحصرها في مجال، او هو مش مجال، هو يعتبر بروسيس. هي انت بتمشي على خطوات معينه ليها سيكونسز معينه، عشان دي اللي احنا اتفقنا عليها في المجال ده. فلما الواحد بيبص من منطلق للعماره من المنطلق ده، بتبقى فعلا في اشكاليه كبيره جدا. لأن ساعتها اللي هو المبنى بيبقى عبارة عن شوية information، مش حاجة بعد كده ممكن يبقى ليها value يعني. آم، بس هكلمك سريعا عن تجربتك في مصر. انت حسيت ايه؟ انت عارف لما انت حكيت لي طبعا سريعا، بس عايز اسمع اكتر عن تجربتك في مصر وتجربة الشغل في مصر. هل هي كانت ناجحة؟ هل هي كانت محققتش بالنسبة لك الفولفيلمنت الكافي؟ و... ولسه بتاعه فكرت تدرس يعني تكمل دراسة؟ جميل جدا. كويس ان احنا رجعنا للموضوع بتاع مصر برضو، عشان أنا طبعا في الفترة اللي انا قعدتها في مصر انا حابب اشكر فيها الستارت اب زي ما اتكلمنا، او المكتب اللي هو كان مكتب مستدام. ده كان بالشراكة بين دكتور طارق رخا ودكتور محمد أنيس. آه، وبعدها كمان أنا متذكر حتى كنت أنا بعد ما كنت قررت إن أنا أروح ألمانيا، وكنت أعلنت حاجة زي كده في مستدام وكنت مشيت في مكتب تاني برضو، ال دي بي بلس بارتنرز، كانوا تواصلوا معايا لأن هم كانوا مهتمين بالشغل اللي أنا كنت بعمله، وكانوا فاهمين إن أنا خلاص قررت إن أنا أروح أشوف موضوع الماجستير، وسألوني طب هل أنت حابب أنت تيجي معانا 3 شهور في الصيف كشكل بارت تايم، وأنت تدي شوية تعليم للناس اللي عندها في المكتب، او توريهم الحاجات اللي انت بتشتغل فيها، او تدي شويه مسانده. وبرضه دي حاجه انا عملتها ومقدرها جدا، وبرضه تحيه جدا ليهم. فانا كان يمكن قلنا في مصر كان عندي خبره في 3 شركات مختلفه، تريبل سي برضه حتى لو هي كانت في الامارات، ولكن كان فيها وقت في مصر. وانا من قناعتي الشخصيه ان اكبر تحدي في مصر لو هنتكلم في الناحيه بتاعتي يعني اللي هي الناحيه البيئيه، كانت ان احنا مثلا عندنا في مشروع زي اللي احنا اشتغلنا عليه في المكتب بتاع مستدام. فانت كان عندك عميل كان هو مهتم جدا بان هو يعمل حاجه زي كده في المبنى بتاعه، عشان كده كان مديك مساحه جدا ان انت تشتغل. آه وانا شايف ان هو في مصر برضو انت عندك كفاءات عاليه جدا جدا جدا، يعني سواء من اي مجال انت تبص عليه، عماله، شغل ايد، معماريين، فنيين، اي حاجه في مستوى عالمي. وده احنا بدأنا نشوفه دلوقتي كمان بيظهر على جوانب كتير جدا. ولكن التحديات الأكتر يمكن بتكون ل... أنا بتخيل إن هو هنقول لغة الفلوس برضو. يعني أنا متخيل إن يمكن دولة زي الدنمارك لو هتقارنها بدولة زي مصر، إيه الفرق في العمارة بين مكتب في الدنمارك ومكتب في مصر؟ إن أنت لو هتبص عليها على يعني لو هناخد حتى مقارنة هرم ماسلو مقلوب للاحتياجات، فأنت لما بتحقق احتياجات معينة بتبدأ توصل الاحتياجات اللي فوق كده. لو مم. تبص على البيئة فأنت مفيش دولة وصلت للمرحلة اللي هي فيها من الرخاء ومن الاهتمام بالبيئة من غير ما تكون مرت بمرحلة عنيفة جدا أو أجريسيف جدا، منه لا مش مهم أي حاجة، المهم إن إحنا هنصنع إيه، هنطور إيه، هنخلص إيه، هننجز إيه، على حساب الكوكب طبعا يعني، للأسف لحظنا إحنا. وكان إن أنت في مصر بتتكلم إن لا والله، طب ما أنا لو هعمل حاجة إن أنت عايز تعمل عمارة مستدامة فعلا، وعايز تعمل حاجة ما تعملكش طاقة، ما تستهلكش كهرباء كتير، يكون تصميم خامل أو تصميم سلبي أو كده، طب أنت هتتكلف كام في المواد دي؟ طب أنت الحيطة بتاعتك اللي هي في مصر بتتعمل نص طوبة 17 سنتي، والناس تبقى قاعدة في الشتاء بردانة أكتر من بره جوه البيت، وفي الصيف حرانة أكتر من بره جوه البيت، يعني حققت المعادلة المستحيلة مم. عشان التكاليف بتاعت المواد اللي أنت بتبني بيها. وعشان لو هتكلم مثلا سنة 2017 لما بتكون بتشتغل، هتقول لحد والله أنا ممكن أعمل لك مبنى ما يستهلكش طاقة بس هيكلفك كذا كتكلفة مبدئية أو upfront cost، وممكن أعمل لك مبنى هيوفر جدا في التكلفة المبدئية ولكن هيكلفك في استهلاك الطاقة. فيقول لك لا والله أنا بالنسبة لي الطاقة أرخص من التكلفة المبدئية اللي أنت بتتكلم فيها،
يمكن بقى عشان احنا وقتها ما كانش عندنا حاجات محلية بتتصنع، فبتضطر انت تستورد من بره، او يمكن عشان اسعار الطاقة كانت قليلة مقارنة بالاسعار بتاعت هنقول الاساس اللي انت بترميه عشان تعمل مبنى يكون فعلا مستدام. فكانت المعادلة مختلة شوية في انت تقدر تحقق حاجة زي كده. فيمكن هنقول ان السوق في مصر لسه قدامه شوية من الناحية دي. وفي برضو ناحية بتاعت يعني هنسميها الوعي المعماري للعميل. ان انت هتقول للعميل انت هنحط فلوسك في حاجة انت مش هتكون شايفها دلوقتي حالا. ان انت حتى انت بتتكلم مع حد بتقول له والله انا عايز الحيطة بدل ما اعملها لك 17 سنتي اعملها لك 50 سنتي. هو ده التفسير بتاعه، ان انت بتقول له هي الشقة او حتة الارض اللي انت دافع فيها دم قلبك وهتبني بيت، بدل ما البيت هيكون 180 متر مم. البيت هيكون 150 متر. فأقول لك انت كده طيرت مني أوضة. مم. فأنا متخيل إن هو في جوانب كتير منها الوعي ومنها الجانب المادي. دول محتاجين إن هم يعني دول أكبر عوائق في مصر، أو يعني دول أكتر تحديات بيتم الشغل عليهم دلوقتي في مصر من وجهة نظري يعني. وده بيجاوب على السؤال بتاعك. مم. جميل جدا يا عمر. لو اتكلمنا على فكرة إن أنت ليه خدت خطوة إن أنت تكمل دراسة، ليه كان السبب الأساسي، أو مم. تكمل دراسة ماجستير عموما؟ والله أنا بيتهيألي يمكن كان السبب الرئيسي مش هيكون سبب واحد، هيكون أسباب كتير. منها كان حب الاستكشاف. انا كان عندي فضول جدا 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 ان انا اشوف الحياة في دول تانية عاملة ازاي. ومنها كان عندي قناعة ان قارة زي اوروبا هم عندهم سابقين جدا في المجال ده. فحتى لو تخيلت ان انا طب انا هروح شوية وهرجع تاني عشان اكمل في مصر وابدا حاجة لنفسي او انضم لحاجة واساعد في الناس تتطور وكده، فانا كنت شايف ان قرار زي كده هيفيد تماما تماما في ان انا اتعلم اكتر. مش عارف يعني الصراحة هو يمكن هما الجانبين دول كانوا أكبر جانب. يعني كان هو في جانب بتاع إن أنا كنت مقتنع إن في هما سابقين، في جانب كويس جدا أو في إفادة كويسة جدا إن أنا أروح أتعلم أشوف هو إيه اللي بيحصل على الجانب التاني. مم. والشق التاني كان حب الاستطلاع، إن أنا مم. أستكشف شو الدنيا هتروح فين يعني. بالظبط. كان في دايما سؤال بيتسأل لي، هو أنت ليه يعني اللي بيخلص باتشولر مثلا بيكمل، عايز يكمل ماستر على طول متحمس، وأنا كنت واحد منهم برضو. بس أنت خدت وقت لحد ما خدت القرار ده، وبعد كده كان نتيجة القرار ده إن أنت فعلا رحت المكان او لمنطقه انت عايز فعلا، انت متارجتها، انت انا عارف هدفي ايه وانا رايح ليه. ف اظن دي نقطه مهمه جدا يعني، بس حابب اقولها ان انت حاسس ان انت اخدت وقت وشويه لحد ما تستكشف السوق فيه ايه والمشاكل اللي فيه، تستوعبها وتوجه نفسك للاتجاه ده في جامعه بقى مستوى التعليم بتاعها عالي. أم، لو عايز باختصار كده تقول لي الفرق ما بين تجربة التعليم في مصر وألمانيا، أو الفكرة أو الوهلة الأولى، أو الإمبريشن الأول اللي أخدته عن التعليم في ألمانيا. مم. أنا عايز أقول لك إن هو يعني حتى من قبل ما أروح ألمانيا كنا بنتكلم عندنا في القسم، في قسم عمارة، مع دكتور شيرين وهبة، تحية برضو كبيرة مم. ليها. في إن إحنا العمارة عندنا التعليم المعماري إزاي نقدر نطوره. يعني أنا مم. متذكر حتى بعد ما إحنا اتخرجنا وبقينا على اتصال، وكانت هي عندها فضول إن هي تشوف إحنا تجربتنا كانت عاملة إزاي أيام الدراسة، إحنا إيه المردود اللي نقدر نفيد بيه الجامعة، إحنا شايفين إيه في السوق بره. وأنا متخيل إن أنت برضو يمكن من الحاجات، هو سلاح ذو حدين شوية. إن أنت عندك في مصر هي العمارة هو جزء من كلية هندسة. مم. فده معناه انت بيكون عندك لوائح معينة خاصة بدراسة الهندسة بشكل عام. فده بيؤثر بشكل يعني جوهري عن فهمك لدراسة العمارة في مصر وبره مصر. والمطلوب من الطالب بشكل معين او اللي انت بتستناه من الطالب بشكل معين، زائد دور المعماري. و انت مستني ايه كسوق عمل من معماري وتقييمك لشغل المعماري. وده بينعكس عليه ان انت في مصر
مش مصر لوحدها. انا متخيل ان هو كمان من تجربتي يعني، ومن خلال تواصلي مع الزمايل او الزملاء اللي في دول تانية، من هنقول يمكن مش من اوروبا او مش من امريكا الشماليه او مش من الولايات المتحده يعني، ان انت بيكون عندك القناعه بتاعت اللي هو انت بتدرس، انت محتاج تخلص الدراسه بتاعت المدرسه عشان تلحق تخش الجامعه، محتاج تلحق تخلص تخش الجامعه عشان تلحق تجيب شغل، عشان تلحق تبدا تجيب دخل لنفسك. مم. اوروبا يمكن، او لو اتكلم المانيا تحديدا، انت في مساحه اكبر ان او الدنمارك برضو، ان مساحه اكبر ان الحكومه بتدعم الطالب، بتستثمر بشكل كبير جدا في التعليم، اللي هو طب والله لا، يعني خد وقتك، استكشف انت حابب تدرس ايه. الخبرة ما هياش بس خبرة دراسية، لا هي كمان خبرة حياتية. ويمكن ده بقول لك، ده زي ما انا قلت، ده كان اكبر فرق او اول فرق انا لاحظته، ان انا رحت المانيا انا متصور ان هو الموضوع زي مصر تماما. استوعبت ان هو لا، انت في مساحة اكبر بكتير. ودي يمكن كانت غلطة مني انا شخصيا، يعني مش بقول ان هو في مصر كل اللي في مصر بيعمل كده. انا لو رجع بيا الزمن، انا مش عارف اذا كنت مثلا هكرر نفس التعامل بتاعي مع الدراسة، ولا هدي أولوية أكتر لخبرة الحياة، اللي هي كانت هتيجي على حساب الدرجات برضو في الآخر، والتقديرات والحاجات اللي أنت بتشوفها مهمة جدا. أنا من ساعة ما جيت هنا أوروبا، محدش سألني خالص أنت التقدير بتاعك عامل إيه. أنا متخيل إن هو أكيد برضو بيفرق طبعا، أنت ما تكونش يعني شخص ساقط يعني، أو شخص ناجح بالعافية. بس أنا مستوعب برضو إن هو في مصر أنت بتوصل لنقطة معينة، بيكون الفكرة كلها في البورتفوليو اللي أنت بنيه، او مم. انت بتقدم نفسك ازاي، او انت الثقافة بتاعتك او هيئتك او كلامك او وعيك، مدى وعيك عامل ازاي، فوق ان انت مجرد انت تكون شخص جايب آه، امتياز او مرتبة الشرف في كل السنين الدراسية بتاعتك، من غير ما تكون اختلطت بناس او جربت تعمل ورشة عمل هنا، او حضرت حاجة يمكن تكون ملهاش علاقة جوهرية بالمجال بتاعك، يعني حاجة بس من على جنب شوية، بس هتفيدك بجانب إنساني يعني، فاهم. فانا بيتهيألي ده اكبر جانب. انا في مصر كان عندي اهتمام كبير جدا 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 ان انا ازاي اخرج بالتقدير. في الاخر اتخرجت الحمد لله بتقدير جيد جدا. آه، ولكن لو رجع بيا الزمن غالبا كنت عامل حاجات مختلفة. يعني انا متذكر ان انا كان في دراستي مثلا، بسبب توزيع الدرجات، فانت بتلاقي ان هو حاجة زي الديزاين ستوديو، او يعني التصميم المعماري نفسه، ممكن يكون ليه نفس الثقل او نفس التأثير على التقدير العام بتاعك، زي حاجة تانية ممكن تكون مش بنفس الأهمية خالص لتكوينك مم. كمعماري لما تخرج في سوق العمل. خصوصا يعني لما بتخرج يعني الدنيا على أرض الواقع بتختلف تماما عن الدراسة بتاعتك. الدنيا بتمشي ازاي، وايه اللي انت بتستخدمه، وايه اللي انت مش بتستخدمه، وايه بيساهم في تكوينك وايه مش بيساهم في تكوينك. يمكن ده مم. الفرق مم. يعني بالنسبة لي. مم. برضو من كلامك على الجامعة والحرية اللي الواحد شوية بيشوفها هنا، ان انت قدرت تعمل بريك وتفصل وتروح تعمل انترنشيب وترجع، ففي سنس اوف فلكسبيليتي كده شوية في التعامل مع مع اي حاجة. يعني انا مش لازم فكرة ان انا اعمل ديلي للدراسة او اتخرج في الميعاد ان ده بقى نهاية العالم يعني. وده واضح جدا في تجربتك الصراحة، اللي هي تعتبر فترة الانترنشيب اللي انت عملتها دي كانت من اغنى الحاجات اللي انت اكتسبتها، صح؟ أكيد أكيد أكيد. يعني أنا فاكر إن دي كانت حاجة من الحاجات زي ما قلت لك اللي كانت على بالي لما رحت الدنمارك، مم. ان هو ايه ده، هو انا لسه متدرب وعندي 27 سنه، يا نهار ابيض ايه اللي بيحصل، فاهم. بس اللي استوعبته انه لا، هو فعلا في ناس بتعمل كده. وفي الاخر انا متخيل ان هو انت مش داخل سباق مع حد، مم. يعني فانت في المرونه زي ما انت قلت، وفي الوعي ان هو انا لو انا واخد الطريق المناسب ليا، فده احسن بكتير من ان انا استعجل وفي الاخر الاقي نفسي ان انا دخلت في طريق ما هوش انسب طريق بالنسبه لي. مم. ولكن تاني انا حابب اكد ان هو المرونه زي كده هي بتيجي عشان في جوانب بتتيح لمرونة زي كده ان هي بتيجي. فانا برضو مش عايز اقول ان هو الموضوع مجرد يا جماعة احنا مش مرنين ليه في مصر، لا يعني هو انا مستوعب جدا ان في مجال اكبر بكتير شوية. فانت من الجانبين يعني انت بتحل من ناحية ان انت يا جماعة طب نفتح المجال شوية، ان يكون في مرونة للناس ان هي تستكشف اللي هي عايزاه، ان هي تعمل اللي مم. هي حباه، ان هي تجرب في مجال مختلف تماما.
الناس من اعز الناس بالنسبه لي يعني اللي درسوا عماره معايا دلوقتي شغالين حاجات مالهاش علاقه تحديدا بالعماره. في منهم اللي شغال انيميشن في قنوات اخباريه او قنوات اطفال حتى، مم. منهم اللي شغال حاجات ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي، منهم اللي فتح حاجات ليها علاقه بالتصميم الفرش. فهو في يعني جوانب كتير جدا 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 للشخص المعماري، اكتر من ان هو يكون الشخص اللي بيخش يعمل تصميم معماري عشان يعمل فيلا عشان تتباع. مم. فاهم قصدك. أم، لما جات لك الاكسبتنس في او القبول في هن اول ما رحت، انت طبعا فاكر ان انت اتكلمنا في مره ودعيتني اروح اشوف المكتب، وطبعا اول ما دخلت شفت المستوى والستايل طبعا هتلاقي يعني احكي لنا عن تجربة ان انت اول ما دخلت المكتب شكله عامل ازاي، الناس بتتعامل ازاي مع بعض، حياة المكتب نفسها. انا عارف برضو ان شوية ده مش ديزاين استوديو، ده مش سمول سكيل، ده فيرم. فانطباعك سواء كان في هن او في بيج، الناس طبعا هتبقى حابة تسمعك الكلام ده. حلو جدا. مم. انا في نقطه مهمه جدا حابب ان انا اشاركها تحديدا عن الموضوع ده. ان انا مم. اول ما دخلت انا كنت شايف ان هو كنت حاسس ان هو موضوع كبير جدا، موضوع كبير جدا جدا يعني. يمكن كان في وقت على ما استوعب ان هو ان انا في المكان ده وان انا استحقيت ان انا اكون اجي هنا. ان انا لا يعني انا مش جاي هنا عشان مثلا دمي خفيف مثلا فحد جوه الشركه حبني فقال لك اه هاته مسلي مثلا اوكي. لا هو انا قدمت والناس شافوا شغلي وقالوا اه والله ده عنده حاجه يقدمها تعالى. يمكن من اكتر الحاجات اللي انا استفدتها ومن اكتر الحاجات اللي انا انبسطت جدا بيها هو قد ايه التواصل جوه الشركات اللي زي دي، جوه شركات اللي هي على مستوى عالمي كبير جدا جدا جدا. في قدر كبير جدا من الاستيعاب والوعي ان احنا في الاخر كلنا بشر، وكلنا عندنا جانب مشترك يعني ان احنا بني ادمين في مراحل مختلفة من حياتنا ومن عمرنا. وانا مش بقول ان دي ما كانتش الحالة في التجربة بتاعتي في مصر، ولكن انا بتكلم ان هو يمكن انا كان جوايا في انطباع في مصر ما اتكسرش او ما اتغيرش غير لما احتكيت بالعالم ده. اللي مم. هو ان ازاي ان هي شركة زي هن انت بتتكلم ان انت عندك حوالي 450 شخص في الشركة، بيبنوا مباني كتير جدا، عندهم مكاتب في ميونخ في برلين في شنغهاي في بكين. آه، عندهم مشاريع عملاقة. شركة بادئة من 1950، انت بتتكلم جيل ثالث. ومع ذلك تخش اجتماع وبيكون في مارتن هن اللي هو الشركة بتحمل اسمه، انت بتتكلم معاه وبتطرح افكارك وهو بيسمع الافكار دي. آه، وحتى يعني لما بتتكلم في حتة هو بيكون الناس عندها استعداد جدا ان هي تقول لك لا والله طب ما تيجي نشوف دي تتعمل ازاي مثلا، او تعالى ننقل لك الخبرة دي بشكل معين. في بيتهيألي دي من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها يعني. انا فاكر حتى اجتماع دي قصة برضو. كنت اجتماع انا حضرته مع لما انا كنت لسه متدرب في هن قبل ما اروح بيج وقبل ما ارجع هن مرة تانية. كان الاجتماع كله بالالماني. مم. وكان الموضوع كان فيه أزمة كبيرة يعني. وكنت في الاجتماع ده انا كنت لسه متدرب وكنت لسه طالب فما كنتش بحضر الاجتماعات يعني كبيره لوحدي. فكان عندي المديره بتاعتي، وكان في شخص متعصب جدا 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 يعني، وكان قاعد يتكلم 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 وانا كنت فاهم. بعد كده جيت عند نقطه معينه انا خلاص ما بقتش فاهم ايه الموضوع يعني. يا جماعه هو الموضوع كبير قوي كده ليه فاهم؟ وبعد كده مديرتي حست بحاجه زي كده فبصت لي فقالت لي عمر هو انت عندك وعي كافي او يعني انت فاهم احنا الخطه المفروض الجايه الخطوات اللي احنا ناخدها تكون ايه، او انت عندك تصور للمشكله دي المفروض تتحل ازاي او كده؟ رحت لها بصراحة لا يعني أنا مش فاهم. فراحت هي ابتسمت وقالت لي خلاص مفيش مشاكل خالص، احنا بعد الاجتماع ده هنقعد نحط خطة مع بعض وهنحل كل حاجة. واحد بص الشخص التاني اللي هو متعصب جدا وقالت له مفيش مشاكل ما تقلقش الموضوع هيتم التعامل معاه يعني وهتتحل. وهو الشخص ساعتها قال لك اه خلاص اكيد طبعا شكرا. لان هو يمكن في جزء من الاحترافية في الشغل انه احنا فاهمين ان هو حتى لو في كارثة يعني فهو الموضوع ليه علاقة أكتر بالشغل. فخلاص هو هيفضل جوه الشغل وهيتحل يعني. أنت بس بقولك يعني حتى لما كنت متذكر لما رحت الدنمارك مثلا في بيج، أنت داخل بقى على حاجة اللي هي يعني ما حصلتش فاهم، ما حصلتش فعلا يعني بالنسبة لي أنا كعمر ساعتها.
وداخل في اول يوم او في تاني يوم لقيت بياكا، اللي هو الشخص يعني الشركه على اسمه بياكا انجلز، هو ممدد على الكنبه اللي في الريسبشن وبيلعب في الموبايل، عشان مستني 5 دقايق لما في اجتماع في غرفه الاجتماعات تخلص عشان يبدا هو الاجتماع بتاعه مع مع المشروع اللي هو شغال عليه. وزي ما قلت لك لما تقعد تحتك بالناس وانت بتقابل ناس، حقيقي بالنسبه لي ساعتها هو يعني التوب في المجال بتاعه، هو من احسن 5 في يعني في اي حاجه انت بتتكلم فيها في العماره، هتلاقي واحد من احسن 5 في المجال ده في الشركه دي. مم. وعنده استعداد كبير جدا 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 ان هو ازاي ينقل العلم بتاعه. وان كان في هن او في بيج او في هاتسوك برضو بنتكلم اللي هو طب ازاي ان احنا نقدر نعمل فصول عشان ننشر العلم للناس، ازاي نقدر ان احنا نشد الناس ان هي تهتم بحاجه زي كده. فدي يعني كان من اكبر الحاجات اللي انا استفدتها في التعامل ده، ان انت ازاي بتقدر تتعامل مع ناس على قدر عالي جدا من العلم والمهارة، ولكن في نفس الوقت على قدر عالي جدا من الإنسانية في التواصل مع الناس التانية من من المستويات المختلفة، سواء علم أو خبرة أو كده يعني. جميل جدا. يعني في شبه يعني أكنه سبيس ديمقراطي كده، يعني كل الناس عندها حرية، عندها إمكانية إن هي تتكلم. مفيش فكرة البيج بوس اللي هو بقى بيقول كلمة فالباقي كله بينفذ. لا لا خالص، بص يعني هو برضه عشان ما اكونش برسم صورة وردية تماما، فهو طبعا مم. طبعا بيبقى فيه هيراركي في الآخر وبيكون فيه أكيد. تسلسل. ولو حد يعني في رؤية واضحة جدا، هي الرؤية دي اللي هتمشي في الآخر. هو طبعا برضو لسه في مشاكل في التعاملات، ولكن أنا متذكر مشروع جدا 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 كنت أنا اشتغلت عليه فترة، مم. وهو كان مشروع في الدنمارك وكان مشروع مهم جدا، كان مشروع حيوي جدا جدا، وكان ساعتها هو مشروع سري، هو دلوقتي مشروع بقى في العلن. كان حاجة ليها علاقة بالنيورو ساينس، كان مركز أبحاث للحاجات بتاعة المخ والمرضى. وكان في معمارية كانت هي صغيرة في السن، كان يمكن 30 سنة 31 سنة، كانت هي اللي ماسكة المشروع. وهي كان عندها تصور معين للمشروع ده هيطلع عامل ازاي. وانا فاكر كويس جدا ان هو بياركا ساعتها ما كانش عنده قناعه كافيه بان هو المشروع ده هيطلع كويس لو طلع بالشكل ده. وقال لها انا مش شايف ان هو المشروع المفروض ياخد الاتجاه ده. وقلت له لا، انا مقتنع ان هو المفروض ياخد التوجه ده، وانا هوريك ان هو ده التوجه الصح. ويمكن بقى هي الجزء ده، أو يعني هي الحته ان هو فتح أو ان المجال اتفتح ان هو طيب احنا هنشوف الدنيا هتروح لفين. مم. وفعلا في اخر المشروع مشي زي ما هي عايزه، والمشروع نجح جدا يعني فيمكن هي دي النقطة، ان هو بيبقى فيه مساحة ان فعلا لو انت عندك المهارة فهي الشركة الناجحة، او لو انت عندك القدرة فهي الشركة الناجحة هي اللي هتديك المساحة ان انت تستعرض القدرة دي وتطبق القدرة دي. طبعا مم. بيبقى في جوانب تانية سلبية، بس انا دلوقتي يعني لو بتكلم في الحاجات الإيجابية اللي احنا نقدر نتعلمها منهم يعني. مم. جميل جدا. لو هتكلم على مرحلة انت بدأت تبني بورتفوليو قوي من الجامعة، وابتدأت ورحت فعلا شاركت أو عملت انترنشيبس وتدريب في مكاتب كبيرة زي بيج وهن، بعد بقى ما اتخرجت كانت الصدمة عاملة ازاي؟ لأن طبعا وانت متدرب حاجة وانت طالب حاجة، وانت خلصت بقى بتدور على شغل حاجة تانية، أو بالذات في بلد زي ألمانيا. يعني طبعا مستواك في اللغة كان وقتها عامل ازاي، ولقيت فرصة الشغل ازاي بعد كده؟ بص هو انا برضو الصراحة الحمد لله حتى لما روحت الدنمارك، انا ما كانش عندي تصور ان انا عايز اكمل في دولة الدنمارك. كان عندي تصور ان انا كنت عايز ارجع المانيا تاني، لان انا كان بقالي يعني يمكن سنتين في المانيا، وكنت بدات ان انا اكون علاقات اجتماعيه وبدات اتعلم اللغه، فقلت يا جماعه مش عايز ابدا من الصفر يعني. فحتى لما كنت في الدنمارك كنت باخد درس عن بعد ان انا ازاي اكمل الالماني بتاعي. مم. فعلى ما خلصت الانترنشيب ورجعت الجامعه وخلصت الماجستير رساله الماجستير، كنت وصلت في الالماني لمستوى اعلى الحمد لله. وتاني يعني انا متخيل ان ده توفيق كبير جدا 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 من عند ربنا. ولكن انا قلت لنفسي ساعتها انا لسه مخلص الماجستير، انا هدي نفسي شهر اجازه، ان انا انزل مصر واشوف اهلي واريح اعصابي، وبعد كده نبدا بقى المطحنه بتاعت التطوير على الشغل، انت فاهم طبعا بتكون عامله مم. ازاي. وخلال الفتره دي المدير السابق بتاعي في هن لقيته بيتواصل معايا بيقول لي عمر ايه الاخبار وعامل ايه،
عن اخبار الماجستير ايه، احنا شايفين انت خلصت وكده، هل حابب ان احنا نعمل اجتماع مع بعض ندردش شويه ونكاتش اب يعني، وتقول لنا انت تورينا انت عملت ايه. احنا كنا بنتكلم مع توماس اللي هو البارتنر اللي كان مسؤول عن المدير بتاعي، ومع مارتن هان، وهو حابب ان هو يسمع يعني، او حابين نشوف انت ايه ايه الاخبار يعني. يمكن دي برضو الحمد لله كانت نعمة كبيرة جدا، ان هو الشركة لما حست ان كان التعامل كويس، ان كان في تفاهم ما بيننا، آم، كان هم من نفسهم ما كسفوش يعني، يقول لك ايه الاخبار، ما تيجي نقعد نتكلم مع بعض تاني. فدي كانت نعمة كبيرة جدا. وتاني ده بقى اللي انا اكتشفته بعد ما دخلت هن لتاني مرة، ان انت في ازاي في حاجات كتير جدا بتكون انت مش حاسبها، او بتكون انت مش مستوعبها، وتكون هي شغالة في الخلفية. يعني مثلا لما جيت اقدم على بيج، وزي ما قلت لك كان المفروض ان احنا بنتكلم ان هم عايزين شهر اتنين، وانا قلت لهم والله لو لازم شهر تلاتة ممكن، بس انا افضل ان هو يبقى شهر ستة. طلع ان هم كانوا بيتكلموا بينهم وبين بعضهم، ان هو كان اللي مقدمين ساعتها على البوزيشن ده كانوا 250 واحد، وهم كانوا محتارين ما بين اتنين، انا وواحد تاني. مم. فلما قلت لهم والله مش عارف اذا كنت هقدر شهر اتنين ولا لا، بس ممكن شهر ستة، قال لك طب خلاص والله تعال ناخد واحد يبدأ دلوقتي، مم. والتاني ادينا ضمناه لشهر ستة، طالما هو كده كده هيبدأ شهر ستة. نفس الكلام لما رحت هن تاني مرة. انا في اول مرة زي ما قلت لك انا ما كنتش عارف خالص يعني ما كنتش قادر اعرف هو الفيدباك اللي هم بيديهولي هو ده كده صح، او ايه المسؤولية اللي هم مستنيينها مني كشخص متدرب كشخص في الجامعة. وانا كنت خدت فترة في الشغل، فانا كنت واخد الموضوع من عقلية ان انا مش لسه طالب صغير بيستكشف، لا انا حابب ان انا اثبت نفسي. واللي سمعته منهم بعد كده ان هم لا، الحمد لله هم كانوا مبسوطين جدا في الفترة بتاعة التدرب، وعشان كده رجعوا كلموني. ويمكن هي دي كانت اهم نقطة، ان هو ازاي ان الواحد يركز بس على الشغل اللي هو يقدر يحطه. انت ازاي تقدر تحط اكتر شغل انت شايف ان هو ده الشغل المفيد ليك والمفيد للشركة، وتحاول انت تكون ذكي في ان انت تسألهم على فيدباك. والباقي هو يعني الباقي هو انا متخيل يعني ان هو هيجي من نفسه. ان انت لو شخص لطيف في التعامل مع الناس، بتشوف شغلك هو العلاقة ما بين الموظف والشركة، سواء انت متدرب، سواء انت موظف صغير، سواء انت موظف كبير، هي منفعة متبادلة في النهاية. انت مم. بتستفاد من الشركة ان انت بتشتغل في مكان كبير، وبتشتغل على مشاريع، وبتاخد فلوس اللي هو المرتب بتاعك. ولكن في نفس الوقت زي ما هو بالنسبة للشخص صعب ان انت تلاقي شركة كويسة، فبالنسبة للشركة صعب ان هي تلاقي شخص كويس. يعني هي لو شركة لقيت حد آه، لطيف في التعامل، بيشوف شغله، الشركة هتكون بالنسبة لها ده حد هي مش عايزة تضطر ان هي تدور على بديل ليه. او يعني هيكون بالنسبة لها شيء متعب ان هي تحتاج تدور على بديل ليه، زي ما يكون بالنسبة لك بديل متعب انت تحتاج تدور على شركة انت مرتاح فيها، لان انت بتقدم لهم قد ما هم بيقدموا لك ويمكن اكتر كمان. لان مم. انت يعني لو انت من غير الشركة فانت هتدور على شركة تانية، انما الشركة لو الناس الكويسة بطلت ان هي تروح لها، الشركة نفسها هتبدأ تنزل. مم. يعني دي وجهة نظري يعني. فده كان من اكتر حاجات اللي انا اتعلمتها لما بدات ان انا اختلط كموظف في الشركات يعني. مم. الناس الشاطرة طبعا هي الأسد الحقيقي للشركة، وده عشان كده بيهتموا بيهم جدا، بيهتموا بصحتهم، بيهتموا بإحساسهم، يعني إن هم شغلهم عامل إزاي، environment في الشركة، كل الكلام ده. لو حبيت أسألك عن، عارف فترة التدريب دي فترة بتبقى حلوة وكل الناس بتبقى سعيدة، وانت بتقضي فترة كده، انت عارف انت بتحاول تلم على قد ما تقدر من الخبرة، ومفيش حد حاطط عليك مسؤولية كبيرة. بس دلوقتي انت اتنقلت لمرحلة جديدة بقى، هي ان انت بقيت موظف اوفيشالي خلاص، موجود بشكل رسمي معاهم. فايه الفرق ما بين التدريب ان انت بقيت موظف بدوام كامل، في النقطه دي في عليك فرق كبير مسؤوليات؟ جدا. في فرق كبير جدا جدا جدا. مش بس نقطه المسؤوليات اللي عليك، ولكن بالنسبه لي كمان نقطه انت مستني ايه من نفسك، او انت بتتطلع لايه في المكان. زي ما انت قلت في فتره التدريب، انت المهم بالنسبه لاي شخص هو ايه الخبره اللي هو يقدر يلمها، ايه الاحتكاك اللي هو يقدر يعمله. في نفس الوقت الشركات نفسها بتكون بص لك بتكون بتنظر لك نظرة ان انت جاي متدرب، انت لسه طالب، احنا فاهمين ان انت النقطة دي مش موجودة عندك قوي. مجرد ما الموضوع يختلف وتخش في ناحية ان انت لا انت دلوقتي موظف،
فبيكون في تطلعات من الشركة أكبر بكتير طبعا. إن أنت إيه الإضافة اللي أنت بتقدر تجيبها للشركة، إيه الفايدة اللي أنت بتقدر تعملها لنا، المساهمة بتاعتك بتكون عاملة إزاي. وأنت بالنسبة لك بتبدأ تفكر، أو أنا بالنسبة لي شخصيا ببدأ أفكر تفكير مختلف تماما في فكرة الشركة بتفيدني بإيه على المستوى الشخصي، عشان أبني نفسي وعشان أطور من نفسي. لأن أنا عندي قناعة شخصية شوية يمكن ممكن تكون عنيفة، هي إن في النهاية الشغل شغل، وإن أنت الشركة هي ما هياش مؤسسات خيرية، هي هدفها الربح وإن هي تجيب الفلوس. ولما بتتكلم مع أي شركة فأنت بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنين بيكون في كلام اللي هو طيب يا جماعة الزيادة السنوية بتاعتي هتكون عاملة ازاي، فلوسي هتكون عاملة ازاي، مستوى معيشتي ازاي اقدر اطوره. دي حاجات انت ما بتكونش بتفكر فيها وانت متدرب، تكون بتفكر فيها وانت موظف. هكون مدير امتى، ايه المهارات اللي انا هقدر اضيفها لنفسي، ايه الاستثمار اللي الشركة هتعمله فيا. ولازم انا متخيل ان هو لازم في نقطة ما في الطريق هيبدأ يكون في عدم تقابل، او هيكون في بالنسبة لها دورة حياة الموظف في الشركة بتنتهي، او بيكون وقت احسن للشركة ان هي تبدأ تعين، تضخ دماء جديدة. وبالنسبة للموظف انه يبدأ يشوف بيئة جديدة. فيمكن بالنسبة لي الفرق، أكبر فرق هو بالنسبة لي كموظف عن كمتدرب، إن أنت في موظف تبدأ تبص على إطار زمني كبير جدا. تبدأ تبص على كمان 3 سنين أنا عايز أكون فين في الشركة، كمان 5 سنين عايز أكون فين في سوق العمل في حياتي، فهكذا. والسؤال اللي أنا بسأله لنفسي دايما إن هو الوظيفة دي، هل أنا شايف إن أنا بتطور بشكل كافي على المستوى الشخصي، إن أنا كمان سنتين أو كمان 3 سنين أو كمان 5 سنين هتكون الشركة ليها لسه عندها نفس الاحتياج الكبير بالنسبة لي، ولا أنا هخش في المرحلة من الارتياح وزي ما بيقولوا الكومفورت زون، مم. إن أنا ما بقتش حاجة مهمة جدا للشركة إن هي لا يمكن الاستغناء عنها، أو إن الشركة هتجتهد بشكل كبير جدا إن هي تحافظ عليك. لأن أنت لو دخلت مثلا، هنتكلم في إن أنت كمتدرب أنت بيطلب منك تعمل واحد اتنين تلاتة، أنت بتعمل واحد اتنين تلاتة، عظيم، أنت مبسوط، هم مبسوطين، جميل جدا. الشركة هتطلب منك واحد اتنين تلاتة، انت هتعمل واحد اتنين تلاتة، هيطلبوا منك واحد اتنين تلاتة، انت هتعمل واحد اتنين تلاتة، هيفضلوا يعملوا كده، او يعني هتفضل ماشية بالمنظر ده. فممكن الشركة تبدأ تحس ان هو ايه ده، طب ما هو ما بيعملش غير واحد اتنين تلاتة، هو احنا ما شفناش ان هو بيعمل واحد اتنين تلاتة أربعة، طب احنا ليه نزوده، احنا ليه نديله وظيفة جديدة، احنا ليه نكبره طالما هو ما بيعملش غير واحد اتنين تلاتة. وساعتها هتبدأ المشكلة ان هو هيقول لك والله لا، انت بالنسبة لي انا شايف انت بتعمل واحد اتنين تلاتة، انا اقدر اجيب غيرك ياخد نص مرتبك ويعمل واحد اتنين تلاتة. فاهم؟ مم. فساعتها هتبقى بقى تبدأ اللعبة بتاعت واحد اتنين تلاتة أربعة. أربعة دي إزاي نقدر نوصل ليها ما بيني وبين الشركة، إن أنا أكون بطور في حاجة مفيدة ليا ومفيدة للشركة. فيبقى أنت بتعمل حاجة إضافية الشركة بتستفاد منها وأنت بتستفاد منها. ودي مم. بيتهيألي ده الفرق الكبير جدا 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 بين أنت تكون موظف في شركة وبين أنت تكون متدرب في شركة. مم. مم. انا حاسس ان احنا دلوقتي عارف خرجنا بره اطار بقى الشركات الكبيره والوهم اللي احنا، ونزلنا بقى شويه على ارض الواقع نشوف بقى كل حاجه. الحاجات بقى الحقيقيه، لانه انا ما شاء الله شايف دلوقتي يعني حتى احنا بنتكلم مسيرتك قد ايه ما شاء الله فيها تتابع وتطور جميل جدا، والكيرف طالع لفوق لحد ما بتوصل لمرحله في ناس كتير، انا منهم ناس كتير برضه. انت بتوصل لمرحله انا حققت كتير قوي، انا تعبت كتير جدا عشان اوصل للمكان ده، فانا تمام بقى، انا هعمل واحد اتنين تلاته زي ما قلت فاهم. فالنقطة كريتيكال جدا اللي انت بتتكلم عليها دي، وانا حابب اسمع منك اكتر اصلا بخصوص الموضوع ده، ان ايه بقى اللي هيجي بعد كده لما توصل لمكان زي ده، من ناحية انت نفسك بتبص للشركة الكبيرة اللي انت خلاص اتعودت عليها، انت بعد سنة اتعودت على المكان، وكمان العيوب بقى بتبتدي تظهر شوية. يعني برضو ادينا نظرة شوية، انا مش عايز نكون موضوع سلبي بس فعلا نكون بشكل اوبجكتيف، يعني ايه السلبيات شوية اللي موجودة في بعد فترة فاهم من الشغل. حلو جدا. أم، أنا لما اتكلمت إن أنا رحت بيج كمتدرب، ولما رجعت على كشخص موظف بساعات كاملة، ما رجعتش بقى في البيم. كنت ساعتها خلاص ان انا خدت توجه تام في العمارة البيئية. وهنا بتبدأ تظهر التحديات الكبيرة جدا 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 على أرض الواقع في سوق العمل.
ان كان في الدنمارك، ان كان في المانيا، ان كان في سويسرا، ان كان في اي حته بتشوفها، ان كان في الخليج، ان انت بتتكلم لغه الفلوس. آه، انت عايز تعمل حاجه بيئيه، جميل، ولكن لو الجزء البيئي لم يتوافق مع الجزء المادي فيبقى مفيش مجال. يعني هيقول لك والله احنا هنحاول ولكن صعب. فمن السلبيات مثلا اللي هو انت بتتكلم في شركات بحجم كبير جدا. طب مين بيكون العميل بتاعك؟ يعني مثلا هل معقول ان انت آه، بتكون في شركة عالمية وبيكون عندك عميل بيكون واحد من اكبر ان ما كانش اكبر شركات صناعة السيارات في العالم؟ فهو المهم بالنسبة له اللي هو أنا عندي يا عم مصنع أنا عايزه يعمل لي 500 ألف عربية في السنة. آه، وعايز أوفر عشان أنا عندي المساحة اللي أنا ببني عليها. احنا بنتكلم مش عارف مثلا، أنا متذكر والله كنا بنتكلم في مرة إن احنا الأرض اللي احنا بنتكلم فيها كانت حتة أرض 450 متر، ده عشان المبنى، يعني مبنى 450 متر في 100 متر، فانت بتتكلم في مبنى 4000 متر مربع البصمه بتاعته، يعني مبنى فدان. فانت هتقول لي بقى لا والله اصلا انا شايف ان الخرسانه ممكن تكون مضره بالبيئه او هتكون معرفش ايه. او مثلا بلاش نستخدم الطاقه بتاعه الغاز، تعالى نستخدم طاقه شمسيه، فده هيترجم معايا فاحنا بنتكلم في فلوس قد ايه. فهقول لك لا انا مش عايز من ده، انت كده هتخسرني مثلا في المتر المربع، هتخسرني 50 سنت، فاحنا بنتكلم في 4000 متر مربع. لا انا مش، بالنسبه لي دي حاجه كده مش هشتغل في حاجه زي كده. اعمل لي حاجه يكون شكلها حلو وخلاص. ويمكن دي النقطه اللي انا وصلت لها دلوقتي حالا، زي ما انت قلت دلوقتي برضو من شويه، ان انت بتوصل عند مرحله اللي هو خلاص شفنا ان شركات كبيره وشركات عالميه واسامي كبيره، بس ننزل لارض الواقع شويه ونشوف ايه المهم بالنسبه لنا، وايه الريليفنت او ايه اللي ليه مردود مهم جدا بالنسبه لك على مستوى شخصي. ايه نوع الشغل اللي انت تكون حابب تعمله، ايه الحاجه اللي انت تكون فعلا متحمس وانت شغال فيها. ويمكن ده كان هو ولا يزال يعني اكبر تحدي في ان انت تكون شغال في شركه زي كده، ان انت هيجيلك عميل مثلا في دوله ما، في مصر، في الخليج، في الصين، في الولايات المتحده، في اي حته. هتقول له والله احنا عملنا دراساتنا وشايفين ان احسن حاجه عشان تعمل بيئه داخليه مريحه هي ان انت تعمل مساحه الزجاج لا تتعدى 40% من المساحه الخارجيه للحائط، وان انت تحط كاسرات للشمس، وان انت تعمل استخدام يعني بص بنتكلم زي بالظبط نفس المشاكل اللي كنا بنتكلم فيها لما سألتني على العوائق في السوق في مصر، ولكن على مستوى متطور شوية في السوق في أي حتة تانية. نقول مم. لك لا والله أنا مش عايز حاجة زي كده، أنا عايز يكون المبنى بتاعي هو زجاج في زجاج عشان أقدر أبيعه أكتر للناس بتوعي. فأنت بيكون عندك يمكن كذا جانب. جانب أول إن هو شق له علاقة بالقوانين اللي بتتحط، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان هو انت ايه القوانين اللي انت هتحط اللي هتجبر الناس او هتلزم الناس ان هي تخلي في وعي معين للجانب البيئي او الجانب الانساني كمان، التجربة الانسانية جوه المبنى. وده بيدخلك في حتة لها علاقة بالسياسات العامة للحكومات في الدول دي. الشق التاني بيكون جانب استثماري، ان انت الجزء البيئي قد ايه يقدر يكون متوافق مع الجزء الاستثماري. والشق الثالث هو الشق بتاع الوعي، لان هو حتى لو بنتكلم في ان انا عندي دارس دراسات في المجال البيئي وعامل تخصصات وعامل نشر الابحاث واخد شهادات والكلام ده كله، ولكن في النهايه انا معماري، مم. البكالوريوس والماجستير بتوعي معماري. وانا عندي قناعه شخصيه ان الحاجات اللي انا بتكلم فيها هي دي مجموعه من المهارات ومجموعه من الاستيعاب والوعي اللي المفروض يكون حاضر عند اي معماري وهو بيدرس، او سوري انا اسف، يعني وهو بيصمم. ان انا مش شايف ان هي العمليه المفروض بتحصل ان انت في حد بيصمم بعد كده بيجي حد تاني يقول له التصميم يتعدل ازاي. انا شايف ان هو في على الاقل حد ادنى من الوعي وانت بتصمم لازم يكون موجود عندك عشان تغير شويه استيعابك للعمليه التصميميه المفروض بتكون عامله ازاي. مم. يعني زي ما هو احنا مثلا هنتكلم يا سيدي زمان كانوا بيستخدموا الاسبستوس في المباني، وبعد كده اكتشفوا ان لا يا جماعه الاسبستوس ده مصيبه ما ينفعش نشتغل بيه. فبقى في وعي في السوق ان هو طب ايه المواد البديله اللي احنا نقدر نستخدمها اللي هي حتى لو هتكون اغلى من انت تستخدم الاسبستوس، هيكون او يعني الزرنيخ، فاهم ان احنا ازاي ان احنا نقدر ان احنا مش عايزين نعمل مبنى فيه اسبستوس ولا فيه زرنيخ.
فحاجة زي كده بقى على ان انت ازاي تقدر تجيب نفس التغير ده على المستوى البيئي. انه برضو من النقط الكويسة جدا اللي كنا بنتكلم فيها، ان حاجة زي الخرسانة، ايه اللي جاب الخرسانة؟ ان انت كنت وصلت لحد معين من التكنولوجيا، اللي انت كنت بتعمله بالحجر ما ينفعش يتعمل بالحجر، فلازم يتعمل بالخرسانة، لازم يتعمل بالحديد المسلح. طيب هل احنا دلوقتي التكنولوجيا وصلتنا ان احنا نوصل لمرحلة ما بعد الحديد المسلح، بعد الخرسانة؟ تاني ده بيدخلك في حتة أعمق بكتير، اللي هو طب أنت القوانين بتاعتك إيه؟ طب أنت القوانين بتاعتك مين بيسنها؟ طب أنت الشركات اللي بتتربح من القوانين دي إيه؟ طب بتخش بقى في حتة اللوبينج أو حتة التأثير على سن القوانين، فلأن أنت لا، أنت عندك شركات بتاعت ألوميتال أو شركات بتاعت قطاعات زجاجية هي اللي بتساهم في القرارات اللي بتحط الحدود الأدنى من حاجات. فالموضوع بيكبر جدا، فبيبقى تحدي، ممكن يكون تحدي فلسفي شوية، أو تحدي أنت بتتكلم في حتة مثالية، إن أنت بتتكلم أنت عايز عالم مثالي، وبتخش بقى إن أنت بتشوف أرض الواقع إن أنت لأ، أنا في الحتة ما بين الاتنين، أنا هجتهد على قد ما أقدر إن مم. أنا أحقق الرسالة بتاعتي، أعمل العمارة اللي أنا شايفها إن هي ليها معنى. أه. وهتنجح في حاجات ومش هتنجح في حاجات. مم. مم. أنا بحترمك جدا على فكرة إن أنت بترفلكت دايما على على نظرتك للعمارة دايما، وبترجع تاني تعيد تفكير حتى لو كان الحاجة اللي أنت بتعملها دلوقتي دي مش بتأدي على الرغم إن هي عالية جدا وعلى مستوى عالي جدا، مستوى كبير، على انك دايما دايما بترجع وتفكر انا ايه اللي انا ممكن اعمله يخليني اعمل حاجه فعلا ليها قيمه ابعد واعلى من وده في سعي، بصراحه في سعي مستمر، وانا احييك جدا على الكلام ده بصراحه. شكرا جدا يا حسام والله. يعني حاجة جميلة إن أنا أسمع كده من شخص زيك طبعا يعني. ربنا يكرمك، لا لا ربنا يكرمك حقيقي، انا مبسوط ان انا بسمعك. و... ولو حابين انت كنت خلصت يعني سبت هن، انت كنت حكيت لي سبت هن وبعد كده اتحركت على برضو مكتب من المكاتب اللي انا برضو حاسس ان هم ابعد، هيرزق دمرون برضو. الاركتكت نفسه بيعمل حاجات يعني على الساحة المعمارية، هو معماري قوي جدا وشغلهم قوي. فانت ليه انت سبت هند لسبب ما، ولا وبعد كده اتحركت لهيرزق دمرون وايه الاكسبكتيشنز اللي انت كنت متخيلها على ارض الواقع يعني؟ صحيح. دلوقتي هو بالنسبة لي كان يمكن أقول دافع قوي جدا 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 في إن أنا أعمل النقلة من هن لهيرتون ديمو، كانت إن أنا كنت شايف زي ما أنت بتتكلم إن شركة زي هيرتوج هم واصلين لمستوى من النضج المعماري، من اللغة الواضحة، من الكواليتي، من الجودة بتاعت الشغل اللي بيطلع من عندهم، بحيث إن هم بيكون ليهم اسم قوي جدا في السوق. وكان التطلع بتاعي ساعتها إن هو طيب، لو بتتكلم إن أنت عندك صراع ما بينك، أو يعني ما بين رؤيتك كمعماري وما بين رؤية العميل، كل ما كان اسمك أكبر، كل ما بقى عندك قابلية أو مساحة أكبر إن أنت تطبق اللي أنت شايفه أو وجهة النظر اللي أنت شايفها، أو تفرض حاجة. يعني هو في النهاية أنت هنتكلم مثلا، لو مش عايز أقول ترند، بس لو عايز أقول طبيعة العمارة، أنت في حقبة معمارية معينة، لو هنتكلم مثلا على الحداثة المودرنزم، مم. صح؟ مم. هي ما جاتش إن هو صحي الصبح قال لك يلا يا جماعة مودرنزم، هي صحيت بإن هو في حد بدأ يطبق أفكار، وبدأ ينشر أفكار، وبدأ يقنع الناس بالأفكار، وبدأ يمشي عكس التيار لحد ما التيار نفسه بدأ يتغير. فأنت لازم يكون عندك قدرة إن أنت تحط التيار اللي أنت شايفه صح، اللي هو هيكون عكس التيار. لو هنتكلم مثلا إن أنت هيكون عندك مسابقات، فالشركات الكبيرة عامة بيكون عندها قسم من الشغل بيجي لهم من الحاجات الكوميشنز، اللي هو أنت بيجي لك طلب ان انت حد عايز يشتغل معاك، وقسم بيجي ان انت بتخش مسابقه، بتحط التصور بتاعك، وبعد كده تشوف الموضوع يوصل على فين. الشركات بتشوف ان القسم بتاع المسابقات اكتر بيكون قسم هادر، او يعني بيكون قسم بيتصرف عليه من القسم التاني، لان انت عندك قسم هو اللي بيجيب راس المال، ويكون عندك كاش فلو، والموضوع بيكون فيه بيزنس واضح جدا جدا. والشركات الكبيره، ان كان بيج، ان كان هان، ان كان هيرس، وكل دول بيكون عندهم حد بيكون تشيف فاينانشال اوفيسر، بيكون عندهم حد بيكون تشيف اكزيكتيف اوفيسر، بيكون عندهم مجلس اداره برئيس مجلس اداره، مهمته الوحيده او مهمته الرئيسيه اللي هو ازاي نخلي البيزنس شغال. وفي القسم المعماري،
اللي انا خلاني اشوفه ممكن يكون اضافه شويه في شركه زي هيرتوج، ان هو انت ازاي شركه يكون عندها الحجم الكافي ان هي تحاول تفرض وجهه نظر معينه، حتى لو هتكون عكس المسيطر حاليا في السوق، لحد ما السوق نفسه يبدا يغير التوجه بتاعه، لحد ما يبدا يتبع اللي انت بتحاول انت تسنه، سواء مم. مواد، سواء فكر فلسفي، سواء فكر تصميمي، سواء وعي بيئي كده. مم. بس مم. متخيل جدا اللي انت بتحكيه، ان احنا حاليا مفتقدين لمشروع فكري قوي، وكمان ممارسة آم، تتبعه، يعني ممارسة قوية تتبعه. مش بس ممارسة، لأن الممارسة في الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي أو في الوضع اللي احنا عايشينه في الغالب هتتبع سوق العمل اللي هو رأس المال، اللي هو ليت كابيتاليزم زي ما بنقول، يعني الحداثة الرأسمالية رأسمالية. المتأخرة. أم، طب انت دلوقتي بتفكر يعني إيه الفكرة دلوقتي بعد ما وصلت لمكتب زي كده؟ يعني انا حسيتك برضو دلوقتي شوف رحلة، انت بتتبع لرحلة معينة، فوصلت انت بتحاول تدور على كواليتي اوف اركتكتشر، ان هي تكون فعلا فيها مشروع فكري قوي مرتبط بالعمارة البيئية. صحيح جدا. والله يا حسام، يعني انا كنت صريح معاك ومع اي حد بيتفرج، يعني ان انت بتوصل عند نقطة معينة ان انت بتبطل، او يعني الانبهار الكبير عندك بالاسامي دي بيخفت شوية بعد ما بتحس ان انت بقيت في ارض الواقع، اشتغلت في الاماكن، تعرف ناس شغالين في اماكن مماثلة، شفت اللي بيحصل في المطبخ يعني. فدلوقتي بقت رؤيتي للشركات اللي بالحجم ده تختلف تماما عن رؤيتي ليهم من 10 سنين لما كنت لسه متخرج مثلا، او كنت لسه في البكالوريوس. وبقى عندي الاهتمام الأكبر من إن هو لا، أنا عايز أشتغل عشان أحط الاسم ده في السي في. بقى عندي يمكن بقيت هادي أكتر، بقى عندي وعي أكتر للقيمة اللي أنا أقدر أضيفها، بقى عندي ثبات أكتر، بقى عندي فهم أكتر اللي أنا بدور عليه. وحتى بعد ما وصلت الهيرتسوج لقيت إن هو الرؤية صعبة. هو أنت بتوصل لمرحلة معينة، أنا متخيل قناعتي الشخصية، أنت بتبدأ أي مكتب بيكون عندك حرية كبيرة جدا في إنك تعمل اللي أنت عايزه. بعد كده المكتب بيبدأ يكبر، فنقول حجمه بيوصل ما بين مثلا 30 ل 60 شخص. انت لسه في المساحة ان مم. انت مكتب متوسط، يقدر يقول هو عايز يشتغل في ايه، يقدر يقول هو مش عايز يشتغل في ايه. بعد كده بتبدأ توصل لحجم كبير جدا ان انت بتبطل تكون مكتب، انت بتكون شركة. لو نبص على حاجة زي هيرتزوج، انت بتتكلم في 550 او 600 واحد. فوستر طبعا حدث ولا حرج. اه. زها، الاسامي 2500. اه الاسامي العالمية. انت خلاص، انت مؤسسة، فاهم. وكل ما الحجم بيكبر، كل ما المساحة بتاعت الحرية دي بتقل، كل ما بيخش أدوار يعني في السياسة. طبعا مش حابب نتكلم في حاجات خصوصيات يعني في الشركات، بتقيد جدا جدا حاجة زي كده. وأنا دلوقتي واحنا بنتكلم، أنا في مرحلة برضو مهمة جدا، إن أنا تاني بتخذ قرار صعب جدا، إن هو لأ، أنا مش حابب إن أنا أروح شركة وألعب نفس الواحد اتنين تلاتة اللي احنا بنتكلم فيها. أنا بدور على الأربعة بتاعتي. وأنا قريب إن شاء الله برضو هستقل بنفسي عن هيرتسوج انديمي، وهبدأ مشروع خاص هعلن عنه قريب جدا إن شاء الله. حاجة برضو أنا فرحان بيها جدا. ما شاء الله. وبجانب المشروع الخاص، إن أنا إيه اللي أنا أقدر أطور نفسي فيه زيادة بقى عن شغلي في شركة. أنا الحمد لله متخيل إن أنا الفترة اللي أنا اجتهدتها في السنين اللي فاتت، هنتكلم 10 سنين مثلا اللي فاتت، كان في سعي مستمر إن أنا إزاي أقدر أبني لنفسي أساس أقدر أقف عليه على رجلي. يعني أنا مؤخرا كان عندي اجتماع مع رئيس قسم الأبحاث، يعني لو هنسميها كده في هيرتسوج. وكان الكلام كله اللي هو كل واحد فينا الرؤية بتاعته فين، وشايف إنه عايز يشتغل على إيه. وكان في فهم، يعني تفاهم واضح جدا إن أنا بدور على حاجة، مش عايز أقول إن هي أكتر أو إن هي كده، لكن أقول إن هي مختلفة عن التطلعات بتاعة شركة عندها 600 موظف، بتدور على، أو يعني بتكون مقيدة جدا ما فيهاش الحرية. والله يعني ربنا يكرم، يعني ممكن يكون حاجة زي كده يكون فيها تطور كافي للواحد انه يقدر يواكب الحاجات الجديدة، او ان هو يقدر يسبق المسيطر في السوق، ان هو انت ما عندكش جزء الرعب اللي انت بيشدك. الالتزامات بتاعت شركة عملاقة زي كده.
لو هتسألني أنا أتمنى إيه، والله فأنا شخصيا أتمنى زي لما بنتكلم كلمة مهمة جدا أنت قلتها، اللي هي الرأسمالية الحديثة، إن أنت بقى في نموذج للشغل المختلف. أنت دلوقتي الفهم للمعماري، الفهم للمشروع، الفهم لطبيعة الأحجام اللي احنا بنتعامل معاها اختلف تماما عن الفهم من 100 سنة. دور المعماري اختلف تماما عن دور من 100 سنة. ولكن أنا متخيل جدا 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 إن أنت برضو دلوقتي في نقلة للعصر، لو هنتكلم في كبارادايم شيفت، ان ايه التكنولوجيا الجديده اللي بتتوافر. حاجات زي الذكاء الاصطناعي اللي بتتوافر، الادوات اللي بتكون في ايد الواحد، التواصل الاجتماعي، حاجات اصلا احنا بنتكلم في ان ازاي موقع زي انستجرام او لينكدين او الحاجات كلها ازاي خلت فيه تواصل مباشر جدا جدا جدا، بقى متاح للفرد، ما كانش متاح من 20 سنة. كانت بتقدر توصل له بس الشركات. يعني انت دلوقتي بقيت تشوف ان انت ممكن شخص عنده مكتب من 10 اشخاص بيخش يناطح يعني مكاتب established جدا او مكاتب مم. ليها سمعة او مؤسسة، لمجرد ان هو خلاص الموضوع بقى فيه ادوات احنا بنقدر، بقت ارض المعركة يعني موحدة، وبقت الادوات اللي احنا بنقدر نشتغل بيها بقت محدش احسن من حد. بقت هو الموضوع على فكرك بيقول ايه، ايه الجديد اللي انت تقدر تجيبه، ايه الحتة الزيادة اللي انت تقدر تزقها، ايه الاستيعاب برضو للشخص. انا شايف ان دي نقطة مهمة جدا، ان المتطلبات بتاعت الاشخاص، بتاعت العملاء، بتاعت البني ادمين، بتاعت الموظفين اختلفت. انت بتتكلم في الجيل الجديد، لان بقى في تاني لو هنرجع نتكلم على الرأسمالية الحديثة، بقى ايه المردود؟ بقى التسعة الخمسة بقت بتعمل لك ايه؟ بقت استمرارك في نفس الوظيفة 30 سنة و40 سنة زي ما كنا بنشوف اهالينا بيعملوا. بقى ايه المردود بتاعها على حياتك؟ بقت الأولوية هنا دلوقتي عندي في أوروبا. يعني أنت بتشوف الناس الجديدة لما بتيجي تدور على شغل، هي الأسئلة واضحة جدا اللي بيسألوها: طب إيه فرص إن أنا أشتغل من البيت؟ إيه الفرص إن أنا أشتغل عن بعد؟ أنتوا هتكون طالبين مني إن أنا أحط ساعات إضافية قد إيه؟ لأن بقى في اهتمام كبير جدا وبقى في وعي كبير جدا للكواليتي أوف لايف أو جودة المعيشة اللي أنت بتقدر توفرها للموظف والعميل. أنت بقى في رجوع أكتر شوية للجانب الإنساني، للعمارة الإنسانية. بتشوف ده في التحول في المدن نفسها، بتشوف ده في تحركات حتى في مصر في وسط البلد. بتشوف زي كده ان هو يا جماعة ازاي نقدر نرجع نرتبط بالجانب النفسي. احنا عايزين جودة حياة. انا مش عايز ان انا يكون عندي طريق 90 حارة وقطارات فائقة السرعة وطيارات ومباني زجاجية وشغل 10 أيام في الأسبوع 200 ساعة في اليوم عشان تقدر إن أنت توفر راس مال اكبر لملياردير انت هيفضل ياخد فلوس اكتر واكتر واكتر. لا، تعال نرجع نبص من زاويه مختلفه شويه. انا كانسان انت تقدر توفر لي ايه؟ انا كعميل انت ايه جوده الحياه انت تقدر توفرها لي؟ وانا كمعماري ايه المحيط اللي انا عايز اشتغل فيه، وايه التعامل اللي انا عايز اتعامل فيه مع البيئه، مع العماره، مع العملاء، مع كل حاجه. بس جميل جدا، جميل جدا. انا مبسوط، ربنا يوفقك. يعني انا مبسوط ان انا بسمع منك عن الحاجة الجديدة اللي انت هتبدأها. يا رب ان شاء الله المشروع ده يكون حاجة كبيرة وناجحة. ان شاء الله. وانا مبسوط كمان ان انا جيت في مرحلة كده وايه اتكلمت معاك. ان انت بجد الناس هتستفيد جدا من الكلام اللي انت بتقوله. انا بسمع كلام وعارف كمل كلام. اخر حاجة بس عشان انا فعلا طولت عليك، احنا بقالنا ساعة ونص. ابدا ابدا. شكرا جدا على الكلام الجميل اللي انت قلته. بس آخر حاجة، ممكن ايه النصيحة اللي انت عايز تقولها للناس اللي هم الطلبة اللي في مصر؟ احنا كلنا درسنا في مصر وعارفين الظروف وعارفين الوضع، وكلهم متطلعين وكلهم نفسهم يحققوا حاجة. تنصحهم بإيه؟ اه، ده سؤال صعب، يعني محتاج تفكير طبعا، لان مش عايز ادي اجابه اللي هي تكون امن نموذج. بنفسك واجتهد وهتحقق حلمك وكده. ولكن ممكن بالنسبه لي، يعني انا لو انا رجعت 10 سنين وكنت بدور على حد يدي نصيحه وانا صغير، فيمكن هتكون هي اكبر نصيحه هي الالتفات للجوانب الحياتيه. ان انت مع الخبره الحياتيه انت مش بس بتكتسب خبرتك كمعماري، لان انت مع اختلاطك بالحياة انت بيكون عندك نضج اكبر في الافكار اللي انت بتكونها، بيكون عندك
exposure، او بيكون عندك بتستوعب حاجات اكتر على جوانب عالمية اكتر وجوانب محلية اكتر. بيكون عندك ثقة في نفسك اكتر، بيكون عندك استيعاب لقيمتك كشخص كمعماري بشكل اكبر. بتكون فاهم انت المساهمة اللي انت بتحققها بتكون ايه. انا فاهم إن النصيحة اللي انا هقولها ناس كتير ممكن تحس ان انا زي ما بيقولوا ان انت بتقول نصيحة من على ان انت راكب حصان عالي ومبسوط وتقول لنا يا جماعة حققوا نفسكم وخلاص. ولكن والله انا شايف ان هو في النهاية هي معادلة صعبة، هي معادلة صعبة. يعني انا فاكر متذكر جدا آه، ان انت في ظروف، وفي اوقات انت هتحس ان انت الظروف ممكن تجبرك ان انت تاخد خطوة انت مش شايف ان هي انسب خطوة ليك. وفي نفس الوقت نصيحة ان انت ممكن يكون عندك استيعاب ان هو لا، ممكن يكون احسن لي اصلا ان انا ما اتخذش خطوة انا عارف ان هي مش انسب حاجة، او انا عارف ان هي حاجة وحشة ليا. ويكون عندي حتة ان ممكن مجازفة شوية ان هو لا، انا مش هاخد الخطوة اللي انا عارف ان هي خطوة وحشة، في مقابل ان انا هطور نفسي، او ان انا هصبر شوية، او ان انا هحاول ان انا اوصل لحتة ابعد شوية، او حتة تطورني اكتر شوية، او حتة تديني قيمة اعلى في حاجة. حتى لو انا مثلا آه، هقل شويه في الجانب ده، ولكن هزيد اكتر في الجانب ده. فانا شايف ان دي ممكن تكون انسب حاجه لاي حد بيدرس العماره دلوقتي. مم. مم. شكرا جدا. انا مبسوط حقيقي من الكلام معاك و... والخبرة الكبيرة اللي انت عرضتها لنا وشاركتنا معاه، يعني وشاركتها كلها معانا وشكرا جدا يا عمر على وقتك. شكرا جدا جدا تاني ليك أتمنى. يا حسام طبعا، وبالتوفيق ان ربنا شاء الله. يكرمك. ربنا يكرمك، أتمنى ليك يا رب التوفيق دايما ومشروعك تعلن عنه ونشوف ونتابعه إن شاء الله، نتابع نجاحه بإذن الله. باذن الله باذن الله. خلاص ماشي، شكرا جدا شكرا ليك جدا. وشكرا على الاستضافه الجميله. شكرا جدا يا عمر.